تخيل معايا كده يا صديقي تكون انت الاضعف في هذا العالم وحياتك كلها جحيم، ولكن فجأة في يوم من اللي بتحصل على القوة العظمى، القوة القادرة على تدمير العالم. لكنك وبسبب القوة دي بتفقد جزء من إنسانيتك وبتتحول لوحش كامل. أيوه، فالقوة اللي انت حصلت عليها دي ما كانتش مجرد قوة حد عادي، لا دي كانت قوة ملك الدمار ذات نفسه. قبل ما نبدا يا صاحبي حابب اقول لك ان الانمي ده حرفيا من امتع الانميات اللي انت هتشوفها في حياتك. قصه ولا اروع واحداث مش هتخليك تقدر تغمض عينيك، فعشان كده حط لايك والاشتراك وجهز مشروبك المفضل وتعالوا بينا نبدا في سرد الحكايه. في يوم من الايام وتحديدا في احدى القرى النائيه والمعزوله عن انظار العالم، كانت الوحوش اجتاحت المدينه بالكامل وبتقتل في اللي يقابلها. الناس بتحاول تهرب منهم من كل مكان ولكن مفيش فايده، الكل بيفقد الامل وشكلها كده خلاص النهايه. وفي وسط كل اللي بيحصل ده بنشوف بطلنا لومينج اللي كان شايف كل حاجه بتحصل وقلقان، عارف ان كلها شويه وقت وهيبقى هو الضحيه التانيه لشويه الوحوش دول. بيدعي ربنا اليوم ده يعدي على خير، وده لانه مش هينفع يموت دلوقتي، فهو لسه في اول حياته ولسه في حاجات كتير عاوز يعملها. بيفضل مستخبي منهم بقى لحد الغروب والدنيا بتهدى على الاخر. الواد بيطمن، بيعرف ان هو الناجي الوحيد وان ربنا استجاب ليه، بيفرح جدا انه لسه عايش وبيقرر يبقى اقوى عشان لو حصل اي حاجه تاني. ولكن فجاه بدون مقدمات وحش عملاق بيطربق عليه المكان. يا نهار ابيض، لومينج اترعب، مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. الوحوش كمان عددها بتزيد والواد ما كانش عارف يعمل اي حاجه، واقف محشور وسط عتاوله من الوحوش حرفيا. عرف ساعتها ان دي خلاص النهايه، الواد بيستسلم للموت، بيقرر يسيب نفسه للوحوش دول عشان هو عارف ان اي حاجه يعملها هتكون بلا قيمه. بيقول خلاص كده مفيش اي امل لنجاتي. ولكن تفتكر يا صديقي ان دي خلاص نهايه الموضوع؟ لا ما اسمعكش تقول كده، ممنوع. الوحوش بتكون خلاص اتخلصها عليه وهوبا بالليل البنت اللي ظهرت في المكان وقتلت فيهم واحد ورا التاني. ايوه هي دي ماريا قائده الفرسان السبعه. البنت عليها شويه حركات نار دمار وبتقتل في الوحوش بكل اريحيه. احدى الوحوش في الوقت ده بتهجم على لومينج الغلبان، ولكن ماريا بتوصل عنده بسرعه البرق وبتحميه في اخر لحظه. بعدها تستخدم البطاقه الاسطوريه وشكلها بيتغير 180 درجه. ايوه هو ده شكل البطل الاسطوريه مينوميا. بتفضل تقتل في الوحوش باستخدام سحر الرعد وبتخلص عليهم في ثواني. لومينج كان واقف والذهول يتغلغل في عينيه، مش مصدق ان في حد عايش على كوكب الارض بيمتلك القوه دي. البنت بعدها بتروح عليه وتطمنه والاوضاع بترجع طبيعي تاني. بيركبوا بعدها على متن القطار وبيتجهوا ناحيه العاصمه. وفي خلال الطريق ماريا بتشرح للومينج على كل حاجه، بتقول هو انت فاكر ان قريتك دي هي اول قريه يحصل فيها الكلام ده؟ لا خالص، ده في خلال اسبوع واحد بس تم تدمير اكتر من 15 قريه تانية مختلفه، وكل ده بيحصل بسبب وحوش الظلام، وحوش تحت حكم منظمه توتال كوسيش اللي كل هدفهم يدمروا العالم ويخربوه. في ناس كتير حاولوا تقف قدامهم ولكن مفيش ولا واحد منهم قدر يوقفهم، واحنا حاليا بنحاول قدر الامكان اننا نخلص العالم من شويه الوحوش دول. ايوه وما تستغربش من كلمه احنا، اكاديميه غرانسيدا دي بقى يا سيدي الاكاديميه الخاصه بيا انا والخمس افراد التانيين. هدفنا واحد وانا لسه قايله لك من شويه، القضاء على منظمة الكوسيش. ناقصنا فرد 7 كمان يكمل عددنا، وده لأننا في الحقيقة 7 أبطال. قوتنا نتجت عن طريق عملية وراثية بحتة أو اختيار مسبق من البطل اللي احنا نتجسد عليه ونورث قوته. وده بيفسر لنا ازاي ماريا شكلها اتغير أثناء القتال بعد استخدامها للبطاقة. البطاقة دي بطاقة أسطورية نادرة بتدل على أن الشخص ده هو الوريث الحقيقي للبطل. فهم كانوا 7 أبطال حاربوا ملك الشر في العصور القديمة واسمهم اتخلد في التاريخ. ولحد الآن كل جيل من الأجيال نشأ في 7 منهم بيتم اختيارهم لوراثة قوة احدى الابطال، ودول بيكونوا هم نخبة النخبة في المملكة وبيحملوا على عاتقهم مسؤولية حماية عامة القوم. هو بس كده يا سيدي، كده كنت خلصت لك كل حاجة وعرفتك انت رايح على فين بالظبط. انا بقى هي ماريا حاملة لقب بطلة الرعد. اتشرفت بيك يا صاحبي، ولسه لو ده يسلم عليه هو كمان ولا احدى الوحوش هاجم عليهم. يا نهار نيلة، ده ماريا كانت نسيت تخلص على اقوى واحد فيهم. القطر بتشرب حاله 180 درجة والعيال خرجت منه. ماريا في الوقت ده بتقول له لومينج ما تقلقش يا صاحبي، سيب الموضوع ده عليا، انا هخلص عليه في ثواني. بتهجم عليه باستخدام رمحها وبالفعل قسمته لنصين في لمح البصر. بس الموضوع مش بالسهوله دي. ايوه الراس بتتجدد من تاني والجسم برضه بيتجدد. يا نهار ابيض، بيهجم على ماريا ولومينج والعيال ما كانتش عارفه تعمل اي حاجه. ماريا كمان قوتها بتكون نفدت وخلاص مش قادره تكمل. الوحش شغال يزود من قوته وعمال يكثف الهجمات عليهم اكتر واكتر. ماريا خلاص فقدت الامل في كل حاجه. بتقرر ساعتها تفعل اقوى حاجه عندها، بتعمل حاجز منيع بيحميهم من هجوم الوحش.
بدات بعدها تغير نبرتها وبتقول له لومينج بكل ياس: اهرب بعيد انت يا صاحبي وسيبني انا هنا، خد لوسي واهرب انت وهي من هنا بسرعه. انا انضميت لاكاديميه غرنسيدا وكنت عارفه اني هموت فيها في يوم من الايام، كنت عارفه اني هموت وانا بنقذ الناس. اهرب انت ومالكش دعوه بيا، انا كده مبسوطه. ولكن لومينج بيتعصب عليها جامد وقال لها: انت عبيطه ولا ايه؟ انا استحاله اسيبك كده واهرب بعد ما انقذتي حياتي، انا هفضل مكمل معاك لحد النهايه، صدقيني هنلاقي طريقه، بس ارجوكي اياك تقولي الكلام ده تاني. هنتصرف ونقدر نطلع منها زي ما طلعنا من اللي قبلها باذن الله. البنت فعلا اتاثرت بكلامه. ولكن انتوا نسيتوا الخطر الكبير اللي قدامكم يا عم انت وهو ولا ايه؟ الوحش بالفعل كان واقف بره الحمايه هيجان وخلاص قرب يكسرها. ماريا في الوقت ده بتقول له مينج يهرب بسرعه. الواد بيقول لها: لا انا هفضل معاك لحد النهايه. وساعتها بقى بتحصل المعجزه يا جماعه. الواد بيبص قدامه وفجاه بتظهر له بطاقه غريبه. ايوه هي دي بطاقه البطل. لومينج مش فاهم ايه اللي حصل له ده، لسه بيحاول يستوعب الموقف ويلاقي نفسه انتقل لمكان غريب فجاه. ده هو روحه الداخلي، بيسمع صوت غريب بيكلمه بيقول له: مبروك عليك يا صاحبي، انت هو الحاصل على قوه البطل الاسطوري الجديد، انت هو الفرد السابع. الواد ما بيكونش مصدق نفسه، على طول بيفهم من جوه وعيه وبيلاقي قوته اتغيرت عن الاول بكتير. لومينج اتحمس، بينطلق على الوحش ده بكل بساطه وبيفضل يقطع فيه من كل مكان. قوته كانت اسطوريه. ماريا واقفه مش فاهمه اي حاجه. البطل بتاعتها وقتها بتظهر ليها، بتعرف ان ده هو البطل الجديد وبتقول لها تثق فيه. ماريا بالفعل اتحمست هي كمان، بتقف جنب بطلنا لومينج وشكلهم كده يعملوا عظمه مع بعض. ماريا بتقول له: حاول تتزامن مع البطل بتاعك وكانكم جسد واحد. لومينج بيطبق كلامها ده فعلا، والبطل بتاعه بيكلمه بيقول له: انا هو انت وانت هو انا، احنا الاثنين هدفنا واحد. لومينج وقتها اتحمس على الاخر، بيحمس ماريا كمان بالكلام وبيقول لها: يلا بينا نعملها. بينطلق على الوحش بجوم اسطوري كاسح ماسح فشخ بيخلص على كل اعضائه الحيويه. ومن بعده ماريا باستخدام سحر رعد بتدخل عليه وبيعملوا احلى دويتو مع بعض. هم دول ملوك اللعبه، بيسلموا بعضها على بعض. لومينج بيقول لها انه هينضم ليهم قريب. ماريا بتفرح جدا من كلامه والدنيا ما بينهم كانت لذيذه على الاخر. بعدها بقى بيروح على المدينه ولومينج بدا يتعرف عليها. اللي جوه في الاكاديميه كانت حاجه تاني، ويروح له الف الانس منتشره في كل مكان فيها. احدى الابطال السبعه في الوقت ده بيوصل على المكان بعد نهايه احدى المهمات اللي كانت مطلوبه منه، وهو بيروح يسلم على ماريا وبدا يشرح لها عن انجازاته. هو بنعرف ان ده هو جو اللي بيكون هو الوارث الحالي للبطل الجليد، وهو الواد ده شخصيته متفاخر، يعني بيحب كلام الناس عنه انه جامد وفتاك، وهو كلام من ده بقى كتير قوي يا صديقي. المهم بعدها جو بيسيبهم ويمشي، وماريا بتاخد لومينج على غرفه الاجتماعات الخاصه بالسبع ابطال، واللي فيها بيتشاركوا فيما بينهم يتكلموا عن اخر التطورات اللي بتحصل وكل حاجه. المهم ماريا بتعرفهم على لومينج وقتها وان ده هو البطل الجديد اللي هينضم ليهم. كلهم طبعا كانوا عارضين كلامها، لكنهم في الاخر بيقرروا يثقوا فيها فعلا ويدوا للبطل الجديد فرصه الانضمام ليهم. ماريا بعدها بتقول له جو ياخد لومينج على المدينه ويبدا يعرفه على كل حاجه فيها، وفعلا جو بياخده ويبدا يعرفه على كل حاجه في المدينه. وفي اثناء ما كان هو بيوري له احدى الاماكن بتدخل عليهم فجاه الست دي واللي بالمناسبه بيكون اسمها اريا، بتسلم عليهم وبعدها بتقول له لومينج انت هو البطل الجديد مش كده؟ انا عارف ان باقي الابطال كلهم مش واثقين فيك لسه وانا ما اقدرش الوم عليهم بصراحه، فمن النادر ان شخص ينضم لفرقه الابطال كده على الجهاز من غير ما يخضع لاي نوع من انواع التدريب. بس انا بياسين مقتنع بك كواحد من الابطال ويمكن تكون انت اقواهم كمان، وده لانك الشخص الوحيد فيهم اللي قدرت تحصل على بطاقه البطل من غير تدريبات. المهم بعدها اريا بتسيبهم وتمشي، وجو بياخد لومينج عند مكان الاقامه بتاعه. الواد بيدخل لجوه بالفعل وبيقعد مع القائده ماريا ولوسي شويه، وبعدها بيجي اليوم الثاني واللي فيه بيكون لومينج قاعد في الفصل بتاعه، والاستاذ شغال يشرح لهم عن معركه الابطال السبعه ضد وحوش الظلام والاحداث اللي حصلت في الماضي. وبعد انتهاء الحصه بقى لومينج بيكون خارج، وساعتها بيقابل احدى الابطال السبعه وبيطلب منه يروح على المكتبه عشان يديهم الترياق ده. لومينج بيقول له تمام وبياخد بعدها الترياق ويوديه لهناك فعلا. وفي خلال ما هو كان واقف مع الموظفه الواد جو بينزل عليهم وبيبدا يتقل دمه على لومينج شويه، وبينما هم بيتحرسون بالله المكان فجاه قد بدا يهتز. ايوه هو التنين اللي جو كان دخله المعمل عشان يعملوا عليه التجارب. التنين ده كان لسه عايش وما ماتش، وقدر بطريقه ما انه يفك نفسه من كود الجليد ويتحرر من المكان اللي كان محبوس فيه. يا نهار ابيض، ده شكلها هتبقى مرار طافح. الشباب بسرعه بيطلعوا بره عشان يشوفوا ما يعملوا، وساعتها التنين بيهجم عليهم بكل ما اتاه من قوه. جو بسرعه بيتصل باستخدام الجليد وبيقول له لومينج ياخد الباقي البر الامام بسرعه، وبالفعل لومينج بياخد الباقي ويوديهم لمكان امن. جو بقى كان شغال يهجم على الوحش من كل مكان، ولكن الوحش كان قاري كل تحركاته. كل ما الواد يقطعه الوحش يتجدد من التاني بقوه وهيئه اكبر من ذي قبل. شكلها نهايتك يا صاحبي. وفي وسط ما جو مش عارف يعمل اي حاجه، لومينج بيحضر في المكان وبيقرر يساعده، لكن جو بيقول له بتعمل ايه هنا؟ يا الله يخرب بيتك روح
نروح نادي بقيه الابطال بسرعه، ده الوحش ده فاق كل توقعاتي. لومينج بيقول له مش هينفع اروح اناديهم، انت مش هتقدر تصمد كل الوقت ده لوحدك، فزي ما انا لازم اعيش انت كمان لازم تعيش يا صاحبي. جو بيقول له طيب وهنعمل ايه يعني، مفيش حل تاني، روح يلا بسرعه المدينه عشان تجيب بقيه الابطال وتقتلوا الوحش ده قبل ما يسبب خسائر وناس كتير تموت بسببه. بس لومينج بقى عنده كلام تاني، بيفعلوا ضيقه البطل واحلى تحول ده ولا ايه؟ على طول بينطلق على الوحش وبيكتفه باستخدام مهاره الحبل وبيقدر يقيده. بيقولوا جو يستخدم عليه الجليد بسرعه وبالفعل جو بيستجيب ليه، بيعملوا احلى انتوا مع بعض وشوف منين وانا اديلك. الوحش حرفيا اتسف بكل معنى الكلمه. هي دي قوه البطل الاسطوري لومينج. جو بعدها بيسلم على لومينج وكان في قمه الانبهار بيه، وبكده نشأت ما بينهم صداقه جديده وشكلنا كده داخلين على متعه ما تتوصفش. لومينج هو ده الشخص اللي هيغير العالم. المهم بعدها القائده ماريا بتعقد اجتماع لكل الابطال السبعه، بتقول لهم ان الوحوش بقوا بيظهروا باعداد كبيره جدا في الفتره الاخيره، احنا لازم نقضي عليهم كلهم قبل ما تتصاعد الامور اكتر من كده. بتقول لهم بعدها وبمناسبه يعني ان لومينج وجو لسه مخلصين على واحد من الوحوش دول، فانا قررت اعمل لكم وجبه عشاء فاخره. العيال اتصدموا، وجبه عشاء من الله يخرب بيت امك، ده انت الاكل بتاعك طعمه زي الخرا، لكنهم طبعا بيروحوا غصب عنهم، وده لانه القائده لو عرفت حاجه شكل كده فهتفشخهم. بس وعلى عكس المتوقع والغريب بصراحه ان لومينج بيعجبه الاكل بتاعه بياكل بدل الطبق 2. عاش يلا، انا كده عرفت القائده بتحبك ليه. المهم بعد الشباب بيخرجوا من البيت بتاعه وبيتكلموا مع بعض شويه. الواد ابو شعر اخضر ده اللي بالمناسبه بيكون اسمه هارو بيمدح لومينج على اخر معركه ليه وبيقول له عاش عليك، انا سمعت انك عملت شغل عالي هناك. جو كمان بيمدحه الوضع اخر حلاوه. المهم بقى في اليوم اللي بعديه بيتم استدعاء الابطال السبعه للقيام باحدى المهام الخطيره، فوحوش الكوسيش كانوا انطلقوا لاحدى القرى وسيطروا عليها بالكامل. الناس حرفيا كانت مستخبيه منهم في كل مكان ووضعهم كان ميؤوس منه. الوحوش كمان عددها بتزيد بكثره وشكلها خلاص النهايه، لكن هل تفتكر يا صديقي ان دي نهايه الموضوع؟ لا والله. الابطال السبعه بيصوروا في الوقت ده وبيبداوا يقتلوا في الوحوش واحد ورا الثاني. احد الوحوش في الوقت ده بيهجم على الست دي وخلاص هيقتلها، لكن ماريا بتتدخل في اخر لحظه وبتنقذها. هي يا بنت اللعيبه عاش عليك والله. بتامر لوسي بقى تنزل وتديهم العلاج، وبالفعل لوسي بتستجيب ليها. بقيه الابطال في الوقت ده كانوا هم كمان شغالين يقتلوا في الوحوش وعاملين شغل عالي العال الصراحه. هارو بقى بيتحاصر من مجموعه من الوحوش، لكن ما بيستخدم سحر الظلام بتاعه بيخلص عليهم في ثواني. رايق. اما بقى بطلة اللهب فكانت شغاله تقتل في الوحوش اللي قدامها والدنيا معاها ماشيه زي السكينه في الحلاوه، لكن بقى وعند ريو في الوقت كان بدا يتعب، وده بعد ما قتل عدد كبير جدا من الوحوش اللي قدامه. بيخلص على اخر مجموعه منهم وساعتها بيظهر له اخر وحش بينطلق عليه بسرعه بيقطع راسه، بس الموضوع لسه ما انتهاش يا صاحبي. الوحش بالفعل بيتقدم من تاني وبيرزعه ضربه براسه طيارته بعيد. الواد بيفقد قوه البطل بتاعه، بيقرر انه يعفر بقى ويواجه بكل قوته، ولكن ساعتها بيظهر لومينج وجو في المكان بيقولوا له يريح هو وكفايه عليه كده وهما يتولوا امره بالكامل، لكن الواد كان حاسس بالنقص ان هو الوحيد اللي تعب فيهم. المهم جو بيقول لومينج ما يلا بينا، قال له يلا بينا. لومينج بسرعه بينطلق الوحش بكتفه باستخدام حبل وبوم من بعده جو بيعمل منه احلى كسار بندق. ايه يا ولاد اللعيبه، احلى دويتو ده ولا ايه؟ القائده ماريا في تلك اللحظات بتستخدم سحر الرعد وبتخلص الكلام، وبكده تم انتهاء المهمه بنجاح. هي دي قوه الابطال السبعه الحقيقيه، لكن ريو كان حاسس انه اقل من البقيه وعشان كده بيفضل يتمرن طول الليل. الواد شغال على نفسه اكتر ومحمل نفسه فوق طاقتها وده عشان يقدر يحصل زمايله. البطل بتاعه في الوقت ده كان مراقبه وقلقان عليه جدا. جو في الوقت ده بقى كان بيتكلم مع لومينج وبيقول له انا حاسس ان انا وجعت ريو بالكلام، انا لازم اروح عليه واعتذر ليه بسرعه. لكن بعد ايه بس؟ بعد فوات الاوان، فريو كانت سيطرت عليه قوه الظلام خلاص. يا نهار ابيض، ده الولد اتحول على هيئه وحش شرس يا جماعه. فالحاجه لما بتتحمل فوق طاقتها بتقلب ضدها في ساعتها. كل ما لومينج وريو في الوقت ده بيروحوا عليه بسرعه وكانوا مصدومين من اللي حصل. وفي نفس تلك اللحظات كانت ماريا بتقدم تقارير واحداث المعركه لحكام المدينه، بتشرح لهم على كل حاجه، بيسالوها كمان على لومينج وبيقولوا لها تخلي بالها من الواد ده، شكله كده في حاجات احنا لسه مش عارفينها. المهم بتخلص المقابله وبعدها ماريا بتطلع بره، وساعتها البطله تشرب بتيجي عليها وبتبلغها باللي حصل بسرعه. ماريا اتصدمت، بتقرر تروح لهناك هي كمان. وفي الوقت ده الشباب كلهم كانوا شغالين يتقاتلوا مع الوحش الخاص بريو لان ما كانتش عارفه تعمل اي حاجه. من جانب عاوزين ينقذوه عشان هو صارقهم، ومن جانب تاني مش هينفع يسيبوه كده عشان ما يحصلش اي خطر على المدينه. لكن لومينج وقتها بيقترح عليهم فكره، بيقول لهم احنا نقدر ننقذه. ريو في الوقت ده كان غارق في ظلام اليأس وعمال يلوم نفسه، بيقول انا هو السبب في كل
كل حاجه. انا هو اضعف واحد ومش نافع في اي حاجه. يا عم مدفوق بقى، الكلام ده بيأثر على زمايلك بره والله. وفعلا الوحشه كانت قوته عماله تزيد ثانيه ورا الثانيه، والعيال خلاص بتقرر انها تقتله. ريو كمان بيكلمهم وبيقول لهم اقتلوا لي بسرعه قبل ما الموضوع يتطور، اقتلوني يلا. ليك لومينج بيتعصب جامد من الكلام وبيفضل يحفزه، بيقول له ما تقللش من نفسك يلا، وده لانك مش قليل. فوق يلا وارجع لوعيك، ارجع لطبيعتك، انت مش عارف انت مين، انت هو البطل ريو. البطل الخصم كمان بيشجعه بالكلام، ولو بيفوق من ظلام الياس اللي كان فيه فعلا، بيقول الشباب يلا بينا حاولوا تطوعوني من هنا وانا معاكم وهنقدر نعملها باذن الله. ايوه كده يلا، هو ده كلام. كلهم بيحطوا ايديهم في ايدين بعض وبالفعل بيقدروا يخلصوا من المعاناه اللي كان عايش فيها. جو وقتها بيروح عليه وبيتاسف له على اللي حصل، والدنيا ما بينهم كانت عسل يا عسل. لومينج كمان كان فرحان باللي حصل، والكل كان في قمه السعاده. بعدها بقى بيتم نقل كل من لومينج وريو للعلاج، وماريا كانت هي اللي بتعتني بلومينج في كل الاوقات، وشكلها كده السناره غمزت يا صديقي. فلومينج كان عنده احساس انها بتهتم بيه بزياده، لكنه ما كانش عارف ايه السبب وراء كل ده. المهم بقى وعند ريو كان قاعد مع كل من هارو وجو بيتكلموا مع بعض. هارو بيقول له هلا بقول لك ايه صح يالا، هو انت لما تحولت للوحش اللي انت اتحولت عليه ده مش فاكر ايه اللي حصل ساعتها؟ اقصد يعني حد كان واقف معاك، طاقه غريبه ظهرت، شعور غير مألوف حصل لك مره واحده. لكن ريو بيقول له مش فاكر اي حاجه. هارو ساعتها قال لهم ان استحاله التحول ده يحصل لوحده، اكيد كان في حد ليه دخل في الموضوع وهو اللي تسبب في كل ده. وانت يا جو كمان، انا سمعت ان التنين اللي انت اصطدته من الغابه قدر يحرر نفسه ويرجع للحياه من تاني بعد ما مات. شكله في حاجه غريبه بتحصل حوالينا واحنا مش دارين باي حاجه. المهم بقى عند لومينج وماريا، فالبنت كانت مقطعه نفسها حرفيا بالاعتناء بيه، ده كان بيوصل بيها الحال انها ما تنامش في بعض الايام. هي بنت الاعتناء مش بيكون كده هتضري نفسك والله، لكنها ما فيش خالص. لوسي وقتها بتدخل عليها بتقول لها كفايه عليك لحد كده اجازه، ده انا تعبت من كتر ما انا شايله الشغل كله لوحدي، سيبي لي يا ست الواد ده انا هعتني بيه ما تقلقيش. ماريا بتقول لها تمام فعلا وبتروح علشان تخلص شغلها. لومينج بعدها بيسال لوسي عن سبب اهتمام ماريا الزايد بيه، فبتقول له ان ده ممكن يكون بسبب ان هو الناجي الوحيد من القريه بتاعته، فهي بقى شايفاه كشخص تم انقاذه على ايديها ويجب الاعتناء بيه. وانا بصراحه كده ما اقدرش الوم عليها لان دي هي شخصيه ماريا، بتحب هي الاعتناء بالاخرين وكده يعني. المهم بقى وبالليل الحباب كلهم كانوا متجمعين عند الواد الشقي الصغير لومينج، بيفضلوا بقى يلعبوا مع بعض كوتشينه وحبينا، والدنيا ما بينهم كانت لذيذه على الاخر يا صديقي. الواد لومينج بقى كان معلم عليهم كلهم في اللعبه، والعيال بتقرر انها تتواصل مع الابطال بتوعهم عشان يساعدوهم يفوزوا في اللعبه. لومينج استغرب، بيقول لهم هو انتوا ازاي بتقدروا تتواصلوا مع الابطال بتوعكم كده عادي؟ انا لحد دلوقتي لسه ما اعرفش اسم البطل بتاعي ولا عمري كلمته حتى. العيال كلها بتستغرب من كلامه وبتقول له يبقى يروح يسال اريا عن الموضوع ده، فهي بتكون امينه المكتبه واكيد عندها اجابه عن كل حاجه. البطله تشارلي وقتها بتدخل عليهم وبتقول للقايده الله الله على عاده العرب اللي انت عاملاها دي، ايه مش هنرجع نشتغل تاني ولا ايه؟ احنا في اسوأ الظروف الممكنه وانتوا قاعدين هنا بتهزروا وتلعبوا ولا فارق معاكم اي حاجه. ماريا بتقول لها دايما بتفهمينا غلط كعادتك يا تشارلي، انا قلت اجيبهم هنا نلعب ونهزر شويه بدل الجو الجايب اللي احنا كنا عاملينه ده، بس طبعا واحده زيك عمرها ما هتفهم حاجه شكل كده. تشارلي بتاخد الكلمتين دول منها وبتسيبها وبتطلع بره، والظاهر كده ان البت دي شخصيتها شخصيه جديه شويه وبتاعت شغل قوي يا صديقي. المهم بعدها بقى ماريا ولومينج بيقضوا بقيه اليوم مع بعض، والتاني يوم لومينج بيروح على المكتبه عشان يسال اريا عن الحوار بتاعه عن البطل. ماريا هي كمان في الوقت ده كانت واقفه في مكتبها وبتفكر في الكلام اللي البطله بتاعتها من امي قالته لها امبارح، كانت بتقول لها ان في عاصفه كبيره قوي جايه عليهم والشكل اللي جاي كده ما بشرش بالخير نهائي. بتفتكر كمان كلامها لما كانت بتقول لها ان العاصفه دي ما حدش هيقدر يتصدى لها من الابطال القدامى والمسؤوليه كلها تبقى على الابطال الحاليين. ده شكله فعلا اللي جاي مدين. نرجع بقى لومينج اللي كان وصل عند اريا وبدا يكلمها عن مشكلته، بيقول لها ان هو مش بيقدر يتواصل مع البطل بتاعه بصوره او باخرى وحرفيا ما يعرفش عنه اي حاجه. اريا بتنصرم من الكلام ده وبتفضل تدور على اي معلومات بخصوص البطل ده لكنها ما لقتش اي حاجه. البطل ده هو البطل الوحيد اللي ما حدش يعرف عنه اي معلومات. اريا بتقول لومينج روح انت دلوقتي وانا هبقى ابحث في الموضوع ده يا لومينج. وفعلا الواد بيقرر يسيبها ويمشي، وساعتها بيقابل البنت دي ما بيدوش اي اهتمام لبعض، وهي بتدخل عند اريا بتسال عن الواد ده وبيعمل ايه هنا، فبتقول لها ان ده هو البطل الجديد. البنت بتقول لها تمام وبعدها بتسيبها وتمشي هي كمان. وبالمناسبه دي بقى البنت اللي بيكون اسمها مينا. المهم تاني يوم الابطال كلهم كانوا في الاوضه بيعالجوا احد الاشخاص اللي اتصاب من وحوش الكوسيش، لكنهم كانوا متاكدين ان في حد هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده، فمش معقوله تنين يتحرر من الموت وبعدها بطل يتحول لوحش وكمان يحصل على المدينه هجوم، اكيد في حد هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده. تشارلي بتقول لي بيسيب الموضوع ده عليا انا هحقق في الموضوع، لكن القائده ماريا بتقول لها كفايه عليك لحد كده يا تشارلي، انت محمله نفسك فوق طاقتها
صدقيني لو فضلت على الحال ده فمش هتقدري تكملي اكتر من كده. لكن تشارلي برضه مصممه على اللي في دماغها ومش راضيه تسمع لحد، فلومينج وقتها بيعرض عليه انه يساعدها وفعلا البنت بتوافق. بيروحوا بعدها على المكتب الخاص بيها وبيبداوا في التحقيق. ولكن فجاه تشارلي بتغير نبرتها وبتقول لومينج انت هو اللي ورا كل حاجه صح؟ انت هو الشخص المتسبب في كل ده. ده تشارلي عندها شك اتجاه لومينج وعشان كده وافقت انه يساعدها. لومينج بقى ما كانش فاهم حاجه، بيقول لها انا مين وبتنجمي نسيت الكل انا ما اعرفش حاجه. تشارلي بتصدقه فعلا وبتعتذر ليه على اللي حصل. بتقول له احنا شغلنا معقد زي ما انت عارف ولازم ناخد بالنا من كل صغيره وكبيره. المهم انا هسيب الموضوع ده عليك وواثق انك هتقدر تحدد هويه الشخص اللي ورا كل حاجه. وفعلا لومينج بيسيبه وبيمشي وبيبدا في التحقيق. بيسال الموظفه ده عن اي معلومات غريبه وغير مألوفه دخلت لنا المكتبه قريب لكنها بتنكر كلامه. بتقول له ما فيش اي حاجه من الكلام ده يا عم الناس. لومينج بيقول لها تمام، بيروح بعدها عشان يكمل تحقيق. مينا هي كمان بتيجي على المكان واللي بيطرح ان دي هي مساعده البطله تشارلي. بتعرف على نفسها وبدات تشرح له عن كل حاجه. بتقول له انا عارفه انك شايفه تشارلي دي انها شخصيه غير مألوفه ومش مفهومه لكنها في الحقيقه طيبه جدا. انا اكتر واحده قعدت معاها وعارفه شخصيتها كويس. هي بس مش بتحب تشوف اي حد من اصدقائها بيعاني وعشان كده بتتكلم بالطريقه الرسميه دي. انا بتمنى من كل قلبي انك تساعدني في العثور على الوحش الغريب ده عشان نساعدها في انقاذ المدينه. وفعلا لومينج بيقول لها تمام وبيستأنفوا التحقيق. لكن من الواضح كده ان البت مينا دي وراها حاجه مخبياها وان الكلام اللي اتقال ده كله كان مجرد كذب في كذب. المهم بيروح على الغابه دي وساعتها بيلاقوا تشارلي ماسكه لوسي وخلاص هتاكلها. ايوه تشارلي طلعت مصاصه دماء يا جماعه. العيال وقتها بتعمل اصوات في المكان فتشارلي بتسيبهم بسرعه وبتطلع تجري. بس لومينج عمره ما هيسيبها، لا مش بعد الوقت اللي هي قضته معاهم ده كله هيسيبها تمشي كده بالساهل. بيروح عليها بسرعه وساعتها من تعبيرته شكلها تتغير وشكلها كده هي اللي ورا كل حاجه. لومينج بقى بيروح عند تشارلي بيحاول يكلمها لكن البنت كانت متعصبه على الاخر وشغاله تواجهه. بتقول انت واحد زيك هيفهم ايه هي يعني؟ انا حياتي كلها كانت عباره عن جحيم في الجحيم واظن واحد زيك مش هيفهم اي حاجه. فانا من ساعه ما اتولدت وانا كنت بتعرض للاضطهاد والتنمر من كل العالم. البشر حكموا علينا بالهلاك وحاربونا رغم اننا ما اذيناهمش في اي حاجه. وبعدها ابوي وامي ماتوا بسبب البشر وانا فضلت عايشه طول حياتي لوحدي. فضلت عايشه لوحدي لحد ما جيت الاكاديميه هنا وكان ده هو المكان الوحيد اللي حسيت فيه بالطمانينه. بس خلاص كل حاجه راحت دلوقتي. بمجرد ما الباقي يعرف ان انا تشارلي حامله لقب بطله النار بكون مصاص الدماء فالكل هيبعد عني وهرجع زي الاول تاني. لومينج وقتها بيقول لها وانت ليه شايفه كل حاجه من منظور سوداوي فقط لا غير؟ ليه شايفه ان الكل مش هيتقبلك لو كشفت لهم عن حقيقتك؟ مش لوسي تقبلت الفكره دي لما انت شرحت لها. وهو بيطرح انها لما كانت واقفه مع لوسي كده في الغابه كانت بتقول لها على كل حاجه. تشارلي بالفعل بدات تقتنع بكلام لومينج. بيقول لها تعالي معايا وصدقيني الكل هيحبك زي ما انت يا تشارلي. وفعلا البنت بتروح معاه وبيطلعوا فوق السطح وساعتها بتحدث الفاجعه الكبرى. الاقي لسه ببص قدامه ولا يصير بكامل من الوحوش جايين عليهم وعلى راسهم مينا. ايه يا نهار ابيض، مش بقول لكم البنت اللي وراها حاجه؟ دي استغلت ان العيال انشغلوا عنها ومسكت لوسي عملت منها كسار بندق. العيال بسرعه بيروح عند مكان نزوله وساعتها البنت بدات تقول لهم عن نواياها الحقيقيه. ايوه هي دي اللي كانت شغاله مع الكوسيش في الخفاء. ومش هي وبس، لا ده شكله كده في حد من اقرب الناس للابطال السبعه بيساعدها. واعرف ان الشخص ده بيكون مين؟ ده بيكون هو قائد الكوسيش كلهم. ايه يا نهار ابيض، يا ترى مين هو الشخص ده؟ فمينا كانت مجرد تبيعه بس عند الشخص ده واللي حرفيا هتنصدم لما تعرفه هو مين. تشارلي وقتها بتقول لها ليه عملت كده يا مينا؟ ليه غدرت بيا؟ بتقول لها عشان انا هدفي اعمل عالم مثالي خالي من الابطال السبعه، عالم انا واصحابي التانيين من منظمه الكوسيش اللي نحكم ونتحكم فيه. اوه هو لسه في اصحاب تانيين؟ لا 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 ده الموضوع شكله خطير فعلا. مش بقول لكم في حاجه كبيره قوي بتحصل من تحت لتحت. البنت وقتها بتحاول تقنع تشارلي تنضم ليها بانهم مصاصين دماء شكل بعض. بتقول لها اسمعي كلامي وانضمي ليا يا تشارلي، انضمي ليا عشان نصنع عالم مثالي مع بعض. انا وانتي من سلاله واحده وقدامنا فرصه اننا ننتقم من هؤلاء البشر الحثاله. لكن تشارلي بتتعصب جدا من كلامها. بتقول لها انت عبيطه ولا ايه؟ انت فاكراني اسيب اصدقائي عشان واحده غربانه زيك؟ ده انت بتحلمي باين على شكلك كده. مينا وقتها عرفت ان مفيش امل من الكلام فبتقرر توريهم الوش الخشن وبتهجم عليهم. على طول بتختفي من المكان وبتظهر ورا تشارلي بالطياره بعيد وبعدها بتطير على لومينج وبتطيره بعيد هو كمان. بتروح عليه بعدها وبتدوس عليه كمان برجليها. لومينج بيعاني. البنت بعدها بتسيبه غرقان في تعب وكانت في قمه الانشراح وقتها لكنه سرعان ما بيستعاد قوته وبيقدر يكتفها بحباله. بس البنت بتقدر تتملك نفسها وبتدي للواد حته ضربه جابت اجله. لكن لومينج عمره ما هيستسلم. الواد بيقوم من تاني بيفعل قوته وفعلا قدر يقطع ايديها. بس هل بكده خلص الموضوع؟ لا والله. الدراع سرعان ما بتقدم من تاني وساعتها مينا بتهجم عليه بهجمه قويه بتشلوحه. الواد خلاص جاب اخره ما عادش قادر يكمل. في الوقت ده بقى تشارلي بتفوق بتبدا تهاجمها. بتفعل عليها قدره النار ومينا كانت محبوسه جواها. فالحاجه الوحيده اللي مصاصي الدماء ما يقدروش يمتصوها هي النيران فقط لا غير. لومينج وقتها بيفوق من حاله الاغماء اللي كان فيها وساعتها بيظهر ليه البطل بتاعه. بيقول له حاول تخلي
خلي قلبك هو اللي يقودك، ووقتها بقى انا هساعدك بكل قوتي وهنقدر ننتصر عليها باذن الله. لو مينج بالفعل كان في دماغه اصلا حاجه شكل كده، بيقول تشارلي تعطلها اكبر فتره ممكنه عقبال ما هو يطبق اللي هو عاوز يعمله. تشارلي بتقول له تمام وفعلا بتحاول تقيدها، بس مينا مش هبله زي ما انتم فاكرين يا ولاد الهبله. مينا كانت حاسه ان في حاجه بتحصل حواليها وعشان كده بتزود من قوتها اكتر واكتر، بتفضل تضرب ضربات ورا ضربات على لومينج والواد شغاله تفاداها بالعافيه، وهو في وسط ما الكل مشغول مع الكل ومحدش فاهم اي حاجه. تشارلي بتقرر تاخد خطوه لقدام وبتنطلق عليها بكل ما تملك من قوه، بتفعل اقصى قوه بتمتلكها وبالفعل بتقدر تقيد حركتها. مينا كانت واقفه وهتتجنن، مش مستوعبه ولا فاهمه ولا عارفه اي حاجه. لومينج وقتها كمان بيفعل كل قوته وساعتها في سلاح غريب على شكل مدفع بيتشكل حوالين ايده، هو ده اللي هينهي الليله كلها. لومينج خلاص اخد قراره. تشارلي بسرعه بتهيأ الجو العام وبتفلت هي منها وهوبا احلى مسا عليه. لومينج بالفعل قدر يقضي عليها تماما، هي دي قوه الصراخه الحقيقيه. لومينج وتشارلي بعدها بقى كانوا واقفين جنب بعض ومش مصدقين الانتصار اللي هم حققوه ده، فحقا انه لمشهد تقشعر له الابدان. وفي اليوم التالي بنشوف هارو اللي كان قاعد في المكتب بتاعه بيحقق في اللي حصل، بيعرف ان في حد من الكوسيش متخفي هنا وسطهم وانهم لازم يخلصوا عليه قريب، بس هو في بعض الحاجات اللي هو مش فاهمها، زي انه ازاي مينا كانت تبع منظمه الكوسيش ومن هم دول اصلا من اساسه. اريا بتقول انه الكلام ده كله مذكور في المكتبه القديمه، المكتبه دي فيها كل حاجه تخطر على بالك، لكن المشكله انه تم تدميرها بالكامل على يد شخص يدعى جينيوس. الراجل ده كان بيدعي ان هو امين المكتبه قديما، لكنه في الحقيقه كان داخل عشان يدمرها مش اكتر. وساعتها بقى البطله منوميا اللي كانت عايشه وقتها بتكشف كل العيبه وبتخلص عليه. هارو قال لها طب وانا ايه علاقتي بالكلام ده كله يا ست الكل؟ انا هدف اعرف ان هم الخونه اللي في وسطنا دول. هاريا بتقول له ما انا لسه بقول لك اهو، انت لازم تحاول توصل لمعلومات عن المكتبه القديمه دي باي شكل من الاشكال. وفعلا الموظفه بتاعت المكتبه واللي تقريبا كانت مغرمه بهارو بتجيب له بعض المعلومات عن المكتبه القديمه. المهم بعدها الشباب بيقعدوا مع بعض في غرفه الاجتماعات وبيخططوا ما يعملوا ايه النهارده في الاحتفال السنوي، وده بيكون زي احتفال كده بيعملوه كل سنه في الاكاديميه عشان يفكوا الدنيا ويغيروا مودهم وما الى ذلك. لكن هارو ما كانش عاجبه الكلام ده، بيقول لهم هو انتوا مش شايفين اللي بيحصل حوالينا ولا ايه؟ ده في اشخاص كتير تبع منظمه الكواسيش خاينين وسطنا وانتوا تقولوا لي احتفال؟ ده ايه عدم المسؤوليه اللي انتوا فيه ده؟ لكن تشارلي بترد عليه وبتقول له اكيد انت كلامك صح، بس احنا لازم برضه يكون في جانب ترفيهي في حياتنا، يعني اللي اقصد اقوله مش كله شغل في شغل. انت يا تشارلي اللي بتقولي الكلام ده، والله والواد لومينج طلع عليه تاثير كبير على الجميع. المهم هارو بيقول لهم تمام شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه وانا معاكم، وبعدها بيسيبهم ويمشي. بيروح يقف في المكان ده وساعتها بتدخل عليه موظفه المكتبه، فهي قررت انها تعترف ليه بمشاعرها وتحتفل معاه في الحفله النهارده. بتعرض عليه انها تساعده مقابل انهم يحتفلوا مع بعض، وفعلا الواد بيوافق. ايه ده بالسهوله دي؟ البنت كانت طايره من الفرحه بتجري على المكتبه القديمه بسرعه عشان تجمع له شويه معلومات زي العبيطه، لكن هارو بيمد ليها ايديه وفيما معناه يعني انك ما تمشيش، فانا اريدك لاكتمل بك، ينقصني انت لاكون انا. حتى انت كمان يا عم هارو، ده انا كنت بقول عليك انت العائل الوحيد اللي فيهم. المهم بعدها بيبدا الاحتفال والشباب كلهم بيحتفلوا مع بعض. الموظفه بقى في ذلك الوقت اللي بالمناسبه اسمها كليرا كانت واقفه في المكان الغريب ده وبتدور على اي معلومات عشان تديها هارو زي ما هي وعدته. بتنزل الاسفل وساعتها بتوصل لمكان غريب جدا، بتفضل ماشيه كده شويه وساعتها بتلاقي الباب الغريب ده، بتحط ايديها عليه عشان تفتحه ووقتها بتظهر قوه غريبه جدا. ده ايه القوه دي؟ البنت بعدها بتفتح عينيها وتلاقي نفسها فجاه واقفه قدام هارو. ده ايه اللي حصل ده؟ ما بتاخدش في بالها وعلى طول بتسلم عليه وبيحتفلوا هما الاثنين مع بعض والدنيا جميله. لكن وبينما هم يحتفلون اذ فجاه تحدث المصيبه. هارو لسه بيبص قدامه يلاقي جسم البنت اتكسر وتلاشى بالكامل. يا نهار ابيض، محدش فاهم حاجه، ومن الواضح كده ان ده هو تاثير القوه الغريبه اللي ظهرت عند البوابه اللي كانت عندها. شكله في ان في الموضوع، ولكن بعد ايه بس؟ البنت كانت ماتت خلاص، بيعملوا ليها جنازه فعلا، والكل كان في قمه الحزن وقتها. سبحان مغير الاحوال يا جماعه. شوفوا ازاي كانوا من شويه بيضحكوا بينبسطوا في قلب الحفله، ودلوقتي بقى بيعملوا جنازه على روح البنت اللي ماتت. فهكذا الدنيا وهكذا حالها، في لحظه قد يختفي كل شيء. هارو كان واقف عند الشجره وحزين جدا، محمل نفسه اللوم كله ان البنت ماتت بسببه. لومينج وقتها بياخد باله منه، بيروح عنده بيفضل يواسيه، لكن هارو خلاص طفح بيه الكيل، بيقسم انه يعرف مين اللي عمل كده وينتقم منه شر انتقام. والظاهر كده ان اللي تسبب في حروس كل ده هي لعنه المكتبه القديمه، واللي منتشر عنها شائعات كتيره جدا وتحول عنها تساؤلات من كل مكان. الناس بقى كانت مفكره ان الكلام ده كله مجرد كلام خيالي، ولكن الظاهر كده ان الموضوع طلع حقيقي فعلا. فيا ترى ايه حكايه اللعنه دي بالظبط ومنين بدات؟
المهم بعد ظهره بيروح يبحث في المكتبه وبدا يعرف كل حاجه. بيعرف ان حارس المكتبه القديمه دي كان اسمه جينيوس، واللي كان هو قائد الكوسيش وقتها، وكان كل هدفه في الحياه وشغله الشاغل انه يدمر العالم ويحكمه هو بنفسه. ولكن البطله من نوميا وقفت له وقدر بالفعل انها تهزمه شر هزيمه وتقتله، لكنها بقى وبعدها على طول هي ماتت باللعنه الخاصه بالمكتبه واتبخرت شكل البنت كلير ما اتبخرت كده. المهم بقى في نفس الوقت ده بتشوف ماريا ولوسي اللي كانوا في غرفه الاجتماعات الخاصه برؤساء المدينه، بيعرفوا ان الاوضاع دلوقتي ساءت على الاخر وانهم لازم يتصرفوا في اسرع وقت ممكن. فاكيد ان دلوقتي الكوسيش بداوا يتحركوا في كل حته ويدخلوا وسطهم كمان، والظاهر كده ان خطتهم انهم يدمروا العالم. احنا لازم نوقفهم عند حدهم. بيقولوا لها كمان انهم قدروا يحددوا موقع الكوسيش بالفعل ويعرفوا كمان مكان قائدهم، ودلوقتي ما عادش فاضل غير ان نهجم عليهم ونشن عليهم حرب في قلب مكانهم. اوبا الاحداث شغاله بتتطور واحده واحده وشكلها كده خلاص النهايه. كده الابطال السبع انتقلوا اتجاه مقر الكوسيش ذات نفسه. يا ترى ايه اللي مستنيهم من خبايا هناك؟ المهم البطله ماريا بعدها بتسيبهم وتخرج وبتروح تبلغ الباقي بالحرب اللي يشنوها على الاعداء. بتقول لهم جهزوا نفسكم عشان هننطلق دلوقتي، فكل ثانيه معانا حاليا تفرق عن الثانيه اللي قبلها، وده عشان هم ماشيين بخطه مدروسه. احنا لازم ننهيهم النهارده قبل بكره. بينطلقوا لهناك فعلا والحرب خلاص على وشك ان تبدا. ده مش السبع ابطال بس اللي موجودين في المكان، لا ده الاكاديميه كلها حاضره في المكان وشكلهم كده يشنوا حرب شامله. الاحداث بدات تتسارع بشكل اكبر مما قدرنا نتخيل وشكلها كده خلاص النهايه. كل من ماري ولومينج ولوسي وتشارلي في الوقت ده بينزلوا للاسفل وبيقتحموا المكان ده بشكل كامل. بيفضلوا يقتلوا في الوحوش اللي بتقابلهم، والعيال كانت عامله شغل عالي الصراحه. القادة ماريا بعدها بتقول لوسي خليك انت في المكان ده واحمينا من ظهرنا يا لوسي، احمينا من ظهرنا قبل ما احنا نتقدم للامام ونقتل في الباقي. بتقول لها كمان جه وقتك يا لوسي، جه الوقت اللي تستخدمي في قوتك في الوقت المناسب عشان نقدر ننهي المعركه دي. انت هي الورقه الرابحه للفوز في المعركه دي يا لوسي. والله يا جدعان انا توت ما عدتش فاهم اي حاجه، بس صدقني اضمن لك ان الحياه هتكون مره اكتر مما تتخيل. المهم لوسي بتقول لها تمام وما حدش مننا فاهم اي حاجه. العيال بعدها بيتقدموا بيقتلوا اي حد بيعترض طريقهم لحد ما بيوصلوا للمكان ده، لكن الوضع هنا مش يطمن. بالفعل زعيم الكوسيش كان شغال يراقبهم في الوقت ده عن طريق مرايته السحريه. اخيرا ظهر شكله كده هو ده زعيم الكوسيش يا جماعه، ولكن صبرك بالله صريكر انت لسه ما تعرفش حاجه. المهم الزعيم بعت لهم 3 ملاك وجنود عشان يقتلوهم، وشكلها كده هتولع يا معلم. الثلاثه دول بيدخلوا على الشباب وكل واحد بياخد له واحد. اتشر بسرعه تستخدم سحر النار الخاص بيها وبتهجم على الوحش اللي قدامها، لكن الراجل ده مش سهل زي ما هي فاكره ابدا، لا بيقدر يتصدى لهجمتها بكل سهوله. بيقولها انا هو كريستيوس ملك الظلام، انت مفكره ان بهجماتك الضعيفه دي تقدريني يعني؟ بيهجم عليها بهجوم اسطوري خطير والبنت ما كانتش عارفه تعمل له اي حاجه. اهم بقى لومينجا فكان بيحاول بقدر الامكان انه يركب سرعته مهاره العجل اللي قدامه، لكن الراجل ده مهارته كانت عاليه جدا ولومينجا ما كانش عارف يعمل معاه اي حاجه. بيقول له انا هو زاركوس ملك الدمار، استعد يلا الهلاكه. والله انا مش عارف انت ازاي قدرت تهزم مصاصه الدماء اللي اسمها مينا دي، بس ما علينا فرجيني ما عندك. وفي نفس الوقت اللي في الخارج كان الكل شغال بيقاتل، الاوضاع متكركبه في كل مكان وكله يبذل قصارى جهده. فهي دي المعركه الحاسمه خلاص. احدى الاشخاص في الوقت ده كان هيقتل على الوحش ده، لكن ريبو وصل عنده في اخر لحظه وبيلحقه. جو هو كمان شغال فيهم كل مكان وكان مبدع على اخر الصراحه. وهو بالنسبه بقى للخادمه ماريا فكانت بتعرف اختار البنت اللي قدامها. البنت بتقول لها بقى ايه دي القوه اللي قدرت تهزم ملكنا جينيوس في الماضي؟ انت ضعيفه لابعد الحدود، استحاله تكون انت ورثه البطله من يوميا الحقيقيه. بتهجم عليها بعدها ولكن ماريا بتقدر تتصدى ليها. وفي نفس الوقت ده لومينجا ما زال تقاتل مع زاركوس بيقول هو ده ضعف ده ما تجيب اخرك كده وورينا. لومينجا ساعتها كان شايف كل اللي بيحصل حواليه، كان واقف شايف ماريا وهي بتعاني في قتالها مع الساحره، فبيقرر وقتها انه يروح عندها بسرعه ويساعدها في قتالها. هيعمل كده ازاي؟ زي ما انت شايف كده يا صديقي، اللي هو بيسام زاركوس وبتشارك في الحبل بتاعه من فوق بيقدر بالفعل يروح لهناك. بيهجم على الساحره مع ماريا والاثنين بيعملوا احلى وافشخ واجمد دويتو مع بعض. الساحره بتنصب منهم عده اصابات وتتاثر بالفعل، ولكن بسرعه ما بيوصل زاركوس على المكان بيقول لومينجا انا هو خصمك يلا، انت اللي بتهرب مني يلا. بيهجم عليهم باستخدام رمحه، ولكن فجاه لومينجا بيتصدى بكل قوته. الساحره بتنصرم، ده ازاي كده؟ ازاي هو بيدافع عني؟ وبنعرف وقتها ان العلاقه ما بين شويه الاشرار الملاعين دول كانت متوتره على الاخر ومفيش حد فيهم طايق التاني اصلا، وعشان كده زاركوس مصدق يلاقي فرصه عشان يقتل فيها الساحره وياخد هو مكانها. لكن دلوقتي كل حاجه اتغيرت بعد ما لومينجا تصدى ليه. بننتقل بعد ذلك عند الشيطان الليله دي كلها، ايوه زعيم الكوسيش جاكسون، العقل المدبر اللي وراء كل حاجه. كان في الوقت ده قاعد بيراقب المعركه من بعيد ومتابعها اول باول، لكنه فجاه بيقوم من مكانه بيقول جه الوقت اللي حقق فيه كل احلامي، جه الوقت اللي احنا نحكم فيه العالم. وفجاه المكان عند الشباب حاله بيتدهور. ايوه المساعدين الثلاثه هيتم شكلهم بيتغير مره واحده وقوتهم ارتفع بشكل كبير جدا. ده ايه اللي بيحصل ده؟ محدش فاهم حاجه، ده حتى كمان في الخارج الكل كان ملاحظ التغير الرهيب في مستوى قوه الوحوش اللي بتهجم عليهم. لا ده شكله كده الموضوع ده وراه حاجه. هارو في الوقت ده كان وصل عند المكتبه القديمه وبدا يستكشف فيها، وهو بيتضح انه ما رضيش يروح الحرب معاهم وقرر يفضل هنا في المدينه ويعرف الحقيقه الكامله. بيقول اكيد كلير دخلت هنا وعرفت حاجه ما كانتش المفروض تعرفه عشان كده اتلعنت وماتت، انا لازم اعرف هي عرفت ايه بالظبط. بيفضل يتمشى في
المكان ده لحد ما بيوصل عند الاوضه دي، بيدخل جواها وساعتها الباب بتاعه بيتقفل، موجوده من الوحوش بتهجم عليه. ايه يا نهار ابيض، ده شكلها النهايه بقى. هارو وقتها بيتعصب على الاخر، بيقول مين كان يتوقع ان المكتبه القديمه يكون فيها مركز لمكار الكوسيش. ايوه يا جماعه، هو ده السر اللي كليرا اكتشفته وعشان كده اتلعنت. المكتبه كانت تعتبر شبه مكار رئيسي الوحوش الكوسيش، بس ازاي ومنين وامتى ومين اللي عمل كل ده لسه ما حدش يعرف حاجه. هارو بسرعه بيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني بكل قوته، بيقول لهم انا مش هرحمكم. في نفس الوقت ده بقى وتحديدا في ارض المعركه كان الشباب كلهم بيعانوا قصاد الوحوش اللي قدامهم، فالوحوش قوتها ارتفعت مره واحده ومحدش عارف ايه السبب. لكن ريو ساعتها بيقرر يعمل اي حاجه، بينادي على جو بيقول له احنا لازم نحافظ البيع عشان نكمل. بيندوا عليهم وبيعرفوهم انهم هنا واحد، ويفضلوا يتخذوا جنبا الى جنب بعض لحد ما يقدروا يهزموهم. وبالفعل الشباب كلها بتتحمس وبيستعدوا لانهاء المعركه، لكن بقوا جوه الغار عند لومينج والبقيه فكانوا بيعانوا اشد معاناه في قتال العيال اللي قدامهم. العيال شغاله تهجم عليهم من كل مكان وحرفيا كانوا قلبنا عليهم دمار صديقي. كريستوس بيفعل هجوم الظلام في الوقت اللي بينزل بابل من الضربات عليهم. يا نهار ابيض، الاشرار البعراء بيختاروا بنفسهم وبيفكروا ان مفيش حد قدهم هنا، لكن ريداي الوحيده اللي كانت واقفه مكانها وشكله كده الواد لومينج مأثر عليها. المهم بقى كل ما كريستوس وزاركوس بيتعصبوا وقتها وبيقول له ريدا خليك انت واقف كده ما تعمليش حاجه وتتفرج على اسيادك وهما بينهوا المعركه دي، وهو لومينج بيستغل انشغالهم وبيعمل عليهم حركه ذكيه جدا. يا ابن اللعيبه، العيال وقتها بتتشتت ساعه 8 وتشرب بيجوم على زاركوس وبيجرحوه. ايوه كده يا شباب، هو ده الكلام ولا بلاش؟ وفي نفس الوقت ده كان جاكسون لسه قاعد بيراقب المعركه من بعيد ومتشجع جدا، بيقول ان بقول طالما انا كنت بشوفها بدات ملامحها تبان دلوقتي، احنا خلاص قربنا نحتل العالم. نفسي اعرف الراجل ده بيفكر في ايه والله يا جماعه. المهم بنرجع تاني لارض المعركه بتاعتنا وساعتها ما بيحصل اللي ما كانش في الحسبان. الاشهر لسه بيجهزوا نفسهم عشان يشيلوا الابطال هجوم من تاني واللي يكسبهم توقفت عن الحركه فجاه. ده ايه اللي بيحصل؟ ايوه يا صديقي، الابطال اللي هم كانوا مستحوذين عليهم بيتحرروا من سيطرتهم، وبنعرف وقتها ان سبب القوه اللي كانت عندهم دي هو سيطرتهم على ابطال الدمار اللي كانوا عايشين في الماضي والاستيلاء على قوتهم. بس خلاص الوضع اختلف دلوقتي، فابطال الدمار فعلا قدروا انهم يحرروا نفسهم من شويه الملاعين دول. العيال بقى جسمها كان قرب يتفتت وما عادوش قادرين يكملوا اكتر من كده. لومينج بيقول لهم تقدروا تستسلموا دلوقتي واحنا هنسيبكم تمشوا من هنا بسلام، بس العيال بتتعصب من الكلام وبتفضل تكابر. لكن ريدا بقى فكان كلام الواد لومينج داخل دماغها وشكلها كده اعجبها بيه. المهم بقى زاركوس بيقرر يهجم عليهم من تاني، ولكن لومينج بيدخل عليه مرتده بينهي من على وش الارض. صديقه كريستوس بقى لما بيشوف اللي حصل بيخاف منهم وبيطلع يجري من المكان زي الفيران. اهم بقى ريدا فبترفع سيفها اتجاه لومينج وبتساله عن اسمه، شكلها كده عرفت حاجه بخصوص بطلنا لومينج. في نفس الوقت ده بقى كان هارو لسه بيقاتل الوحوش داخل المكتبه القديمه. الوحوش عددها كانت كبيره جدا والواد مش ملاحق على اي واحد فيهم، لكنه بيقول لنفسه اياك تستسلم، انت لازم تقاوم عشان ترجع حق كليرا. الوحوش وقتها بقى بتقرب عليها اكتر وساعتها بلاقي مخلص عليهم في ثواني. ايوه دي اريا يا جماعه، بس هو ايه بالظبط اللي جابها هنا وهدفها ايه بالظبط محدش عارف لسه. نرجع بقى لقلعه الكوسيش من تاني، واللي كان في الوقت ده لومينج كان واقف وبيتكلم مع ريدا، فهو كان قال له كل ما ماريا وتشار انهم يتقدموا دلوقتي ويكملوا طريقهم وهو هيحصلهم قريب. وبالفعل العيال بيسمعوا كلامه وبيمشوا، والواد بعدها بقى بيتكلم مع ريدا بيحاول يقنعها بالكلام ونتفه كمان جو الاشرار ده وتنضم ليهم، بس البنت لسه مش مقتنعه. بتهجم عليه وقتها لكن لومينج بيقدر يتفاداها، لسه بتهجم عليه تاني بس البنت خلاص ما عادتش قادره. بتدخل وقتها بقى جوه وعيها وساعتها البطله بتاعتها بتكلمها بتقول لها لو انت حابه الحياه وعاوزه تعيشي فانت لازم تكملي لحد الاخر، قومي واثبتي نفسك يا ريدا، ادي لنفسك فرصه العيش بسلام من تاني. وفعلا ريدا بتقتنع بكلام بطلتها بترجع لوعيها من تاني. لومينج ساعتها بيكلمها بيقول لها انت تواصلت مع البطله بتاعتك مش كده؟ انا كنت عارف انها هتكلمك، كنت شايف فيك امل انا مش شايفه في اصحابك التانيين. لكنها بتقول له طيب بس الكلام اللي انت بتقوله ده غير متوافق تماما مع كلام ملك الدمار جاكسون، ده كان دايما بيقول لنا استغلوا قوه الابطال لصالحكم وعاملوهم كادوات ليكم، انت اللي كلامك يختلف عنه دلوقتي. لومينج بيقول لها كلامي ده هو الصح، احنا بنعامل الابطال بتاعنا كانهم اصحابنا بالظبط، مفيش حد فينا بيستغل البطل بتاعه عشان يحصل على القوه منه لمجرد انه جثه هامده. واي نعم هو البطل بتاعي مجهول الهويه، لكن انا مقتنع بالكلام ده جدا، وانا بطلب منك دلوقتي تنضم لينا عشان نخرب كل مخططات جاكسون في تدمير الساعات الرمليه والسيطره على العالم. ريدا وقتها بتقتنع بكلامه فعلا وبتقول له تمام يا عم يلا بينا عشان نحصل بقيه اصحابك، بس يا ترى بقى مين هو البطل الخاص بلومينج بالظبط؟ وفي نفس الوقت ده كريستوس بيوصل عند مقر الزعيم جاكسون وبيعرفه باللي حصل، بيقول له ارجوك ساعدني باي حاجه يا سيد جاكسون، انت ما قلتلناش قبل كده ان الابطال اللي احنا مستحوذين عليهم ممكن يتحرروا في يوم من الايام، ارجوك ساعدني باي حاجه يا زعيم. لكن بقى الواد ما كانش يعرفه ان جاكسون اصلا كان مراقب كل
احداث المعركه اللي بتحصل وعارف كل حاجه. بيقول له هو انت فاكر ان كل اللي حصل ده كان مجرد صدفه كده والسلام؟ لا يا حبيبي، ده كل حاجه كان مخطط ليها يا اخويا. انا امرتكم باستعمال ابطالكم كادوات عشان انا كنت عارف انكم هتموتوا، وواحد منكم بس هو اللي كان المفروض هيعيش، وواحد بس هو اللي كان هيصمد امام القوه دي، وهو ده اللي هيكون هو وريث ملك الدمار الجديد. ولكن خلاص كل حاجه بانت دلوقتي، الوريث الجديد ظهر خلاص. وهو ما تقلقش، مش واحد منكم انتوا الثلاثه، لا بتفكروا في اللي انا بفكر فيه. ازاي وقتها بيفعل قوه الظلام وبيخلص على كريسوس بمنتهى البرود، وفي اللحظه دي بيوصل كل من ماريا وتشرع على المكان. جاكسون بيقول لهم يا مرحبا يا مرحب بالابطال السلاحف، كلكم هتتقدموا كضحايا لولاده ملك الدمار الجديد، استعدوا. وفي الوقت ده كانت اريا بتقول لهارو على معلومات خطيره جدا، بتقول له انا قدرت اعرف هويه البطل الخاص بلومينج، البطل بتاعه هو بطل الدمار جينيوس. يا نهار ابيض، لومينج هو ملك الدمار الجديد يا جماعه. بنرجع تاني لارض المعركه. جاكسون كنت حرفيا لا يصد خاخد، البنات ما كانوش عارفين يعملوا معاه اي حاجه. ماريا بتهجم عليه وقتها بكل قوتها، لكنهم بيتصدى ليها بسرعه وبيطيرها لبعيد. شكلها نهايتك ولا ايه يا ماريا؟ ولسه البنت هتخبط في العمدان ونلاقي له من جوه على المكان ولحقها في اخر لحظه. جاكسون بيقول له اهلا بالناس الخوالي، ده انا كنت مستنيك من زمان يا عمنا، اجهز لي عشان بك انا هقدر احكم العالم. لومينج بيقول له الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم الحاج انت خرفت ولا ايه؟ جاكسون بيضحك بكل خبث وبيقول خرف؟ ده انت شكلك عبيط بقى، انت هو المفتاح الحقيقي لاحضار قوه ملك الدمار، فعن طريق احدى قدراتي انا همتص كل قوتك المستخبيه، وساعتها انا اقدر احكم العالم ده. الكل وقتها بينصرم، عرفوا ان لومينج مش حد عادي. لا ريدا بتقول له انت قصدك ايه بالكلام ده؟ انت مش كنت دايما بتقول لنا ان انا وكريسوس وزيركوس هم المختارين؟ انت ليه غيرت كلامك دلوقتي؟ ولا انت كنت بتضحك علينا وشايفنا مجرد بيضك بتستغلنا وخلاص؟ جاكسون ساعتها بيقول لها ايوه بالظبط كده، انتوا كنتوا مجرد بيضك بستغلكم للوصول لغايه الحقيقيه، ودلوقتي كل حاجه قربت خلاص. نسيبنا بقى من ارض المعركه والقتالات والمعارك والحوارات دي كلها، ونرجع بالزمن لورا حبتين للكشف عن احد الشخصيات المهمه واللي كان لها دور كبير في المعركه دي، لوسي، واللي بنعرف انها كانت غريبه الاطوار من صغرها لحد ما في يوم من الايام ظهرت لها بطله الوقت. ايوه لوسي بالفعل طلعت واحده من الابطال السبعه يا جماعه، صاحبه لقب بطله الوقت، وهي كانت اللي بتتنبأ بكل حاجه دايما وبتخطط لكل حاجه من تحت لتحت. وعشان كده بالظبط ماريا قالت لها انت هي مفتاح فوزنا في المعركه دي يا لوسي، دلوقتي بدات توضح كل حاجه. المهم في يوم من الايام لوسي شافت واحده صاحبتها وقالت لها انت هتموتي عن طريق حارس قريب، خلي بالك. البنت طبعا ما صدقتهاش وقالت هي البنت اللي بتخرف شكلها كده ولا ايه؟ لكن وبعدها على طول البنت ماتت بالفعل. لوسي وقتها تاكدت ان الخوف بتاعتها دي حقيقيه فعلا، وبعدها بقى بتقابل ماريا بتتعرف عليها وبيتصاحبوا وحصل اللي حصل. المهم بقى بنرجع لارض المعركه تاني. ريدا بتتعصب جامد من كلام جاكسون وجسمها بيشتعل من كتر الغضب، بتنطلق بسرعه تجاه جاكسون وبتحاول تصيبه، بس هو بيقدر يصد جنبها باستخدام سحر الظلام وبعدها بيطيرها لبعيد. الراجل ده قوته جنونيه فعلا. وفي نفس ذلك الوقت كانت طارق شغاله تشرح لورا على كل حاجه، بتقول له لومينج هو وريث ملك الدمار، ده اللي انا اكتشفته من خلال بحثي عنه. وفي حاجه كمان عاوز اقولها لك يا هارو، انا خلاص هموت قريب بسبب لعنه المكتبه القديمه. ايوه هموت بنفس طريقه كليرا، وده لاني عرفت معلومات بخصوص جينيوس حارس المكتبه دي. المعلومات دي معلومات مختومه بلعنه، وبمجرد ما حد يعرفها فبيتبخر وبيموت بالكامل، كلها مساله وقت وانا كمان هموت. هارو ساعتها بيقول لها طيب عرفينا هي المعلومات دي بسرعه. بتقول له لا طبعا هو انت عبيط، المعلومات دي لو انت عرفتها فهتموت انت كمان. لكن هارو ما كانش فارق معاه وبيقول لها على القليل ممكن اقدر اعمل حاجه مفيده للباقيين قبل ما اموت، انا لازم اعرف السبب اللي كليرا ماتت عشانه. قرية بتقتنع بكلامه بالفعل وبتقرر تقول له على كل حاجه. نرجع بقى للشباب من تاني، ولكن وقتها متخيلين كلهم جاكسون ومعلم عليهم واحد ورا التاني، ماسك كمان لومينج وشغال يستنفذ في قوته ويضغط عليه اكتر عشان يخرج قوه ملك الدمار اللي جواه. القوه بدات تخرج شيئا فشيئا والواد شكله بقى متغير. اتشر بتقول اول مره احس بالضعف والعجز ده، اول مره احس انه ضعيفه للدرجه دي، احنا لازم نعمل اي حاجه بسرعه. وفي تلك اللحظه بتوصل لوسي على المكان. ايوه هي دي اللي هتغير احداث المعركه. جاكسون بقى بيقول ايه الفايده من وجودك هنا يا بنت انت؟ ما اذا كنت انا هخلص عليكم كلكم فايه الفايده من انك جيتي على هنا انت كمان؟ شكلك كده عاوزه تموتي انت كمان زيهم بالظبط. ليك لوسي ما بتردش عليه وعلى طول بتفعل قوتها، بتوقف الزمن بالكامل وشكلها كده بتخطط لحاجه. وفي نفس الوقت انا بقى خارج الغاره كان جوري واقفين وبيحطوا الساعات الرمليه دي في اماكن معينه، بيقولوا احنا مش فاهمين ايه هو الغرض من كل ده، بس ده هو اللي طلبته مننا لوسي، وادينا بننفذ كلامها وخلاص يكشي يحصل
يحصل حاجه يعني. وفعلا لوسي وقتها بتفعل كل قوتها وساعتها المكان كله بيتوهج بالكامل. ايوه هي دي قدره لوسي يا جماعه، التحكم بالزمن. وهي دي اصدقائي نفسها نقطه ضعف المعلم جاكسون. فدلوقتي لوسي تقدر تسحب منه مصدر قوته بكل سهوله. ايوه جاكسون كان بيلعب في الزمان والمكان عشان يقدر يخلي نفسه يتجدد، لكن دلوقتي في الموضوع يختلف خلاص. وفعلا لوسي بتقوم عليه بتسحب منه قدره التجدد وبعض قدراته، وساعتها بالقوه اللي كانت ماسكه العيال كلها بتنفك وبيستعدوا عشان ينهوا الموضوع. لوسي بتقول لهم انا كده مهمتي انتهت خلاص، الدور دلوقتي عليكم يا شباب، اعملوها يلا. وتسقط بعد ذلك ارضا. اتشر بسرعه بتجري عليها عشان تلحقها، والحمد لله البنت كانت لسه عايشه وما ماتتش يعني. لومينج وماريا وقتها بيقرروا انهم ينهوا القتال، بيعملوا مع بعض تواصل بصري كل واحد منهم فهم هو المفروض هيعمل ايه. فماريا المطلوب منها تشتت جاكسون قبل ما لومينج يجهز هجوم المدفع المدمر بتاعه ويخلص عليه. بس الكلام ده مش هيكون مع جاكسون يا انت وهي. الراجل فعلا كان ما زالت قوته كبيره، لكن كل ما في الموضوع انه مش بيقدر يتجدد تاني. بس ماريا بتحاول تشتت بكل قوتها ولومينج بيجهز هجوم المدفع وخلاص هيضرب، ولا جاكسون بسرعه بيطلق هجوم صح اتجاه لومينج. يا نهار ابيض، ترى تعمل ايه في الموقف ده لومينج؟ ولسه الضربه هتصيبه، لكن الحسن الحظير ده بتستخدم السحر بتاعه بتطيرها بعيد. عاش عليك يا بنت والله. لومينج وقتها بيقرر انه ما يضيعش وقت اكتر من كده وبوم احلى انفجار عليك يا معلم. لومينج بالفعل قدر يقضي عليه تماما، وبكده تنتهي المعركه واخيرا يحل السلام من جديد. مين كان يصدق ان معركه الكوسيش ضد البشر تنتهي بالشكل ده؟ القلعه بعدها بتبدا تنهار، وساعتها الشباب يقرروا يمشوا من المكان بسرعه. ريدا بقى كانت سايباهم وماشيه، لكن لومينج بيناديها بيقول لها على فين يا بنت الصحاب؟ ده انت انقذتي حياتي يا بنت. لكنها بتقول له اخرس يلا، ما تفكرش نفسك بتاع قوي يعني، انا انقذتك عشان كان في حاجه جوايا بتقول لي اعملي كده مش اكتر. اما بقى دلوقتي فانا اروح اعيش حياتي واشوف حالي يابا. بس كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي خلي بالك من نفسك عشان انت هو المختار من قبل ملك الدمار، وهو بتسيبه وتمشي. الشباب وقتها بيطلعوا خارج القلعه وبيوصلوا عند البيه في مشهد اسطوري. جوري وقتها بيعرفوا باللي حصل، عرفوا انهم خلاص انتصروا في المعركه الطويله دي. الفرحه والسرور بتاعهم في كل مكان والكل كان فرحان، لكن هل بكده انتهى الموضوع؟ لا والله، ده لسه ملك الكوسيش الحقيقي المتخفي ما ظهرش اساسا. ده جاسون ده كان مجرد بتاع بس كده عشان يضعف قوه ابطالنا مش اكتر. يا نهار ابيض، ده شكلها كده الاحداث هتنتقل للمستوى الثاني حرفيا. لكن بمجرد ما العيال بيرجعوا على المقر بتاعهم بيتم اصدار قرار رسمي بحبس لومينج داخل احدى سجون الاكاديميه. ده شكله كده قريه وهرا هم اللي ورا كل ده. شكلهم كده راحوا بلغوا الحكام عن حقيقه بطل لومينج. المهم ماري ولوسي بقى في الوقت ده كانوا واقفين قدام السجن بتاعه. ماري بتقول مين كان متوقع ان لومينج متعاقد مع البطل الملعون اللي اسمه جينيوس. هو كمان اللي كان متعصب على الاخر، بيقول له انت هو السبب في كل حاجه، لا اقسم لك ان مش هرحمك طول ما انا عايش. وبعد ذلك بيرجعوا ثلاثتهم على المقر، بيبداوا كلهم يتناقشوا في موضوع لومينج وان هو في الاساس وحش مش بشري. بس ازاي يا عمنا؟ فاكرين يا جماعه الثلاثه الاشرار اللي العيال اتواجهوا معاهم؟ الثلاثه دول كانوا وحوش بشريه بحق وحقيقي. واللي ما تعرفوش بقى يا صديقي ان لومينج في الاساس كان رباهم، لكنه قرر يتخلى عن شخصيته دي وانضم لاكاديميه غير نصيده. وبعدها بقى حصل اللي حصل واللي كلنا عارفينه. المهم يا شباب في الوقت ده كانوا متناقضين فيما بينهم، جزء منهم عرض فكره اعدام لومينج والجزء الاخر مايد الفكره دي وبشده. فعندك واحد زي هار الغضب اعمى بعد موت صديقه عمره كليرا. حرفيا مقتل البنت ده حول شخصه كل هدفه الانتقام وخلاص. بيقول لهم احنا لازم نقتل الواد ده في اسرع وقت ممكن. الواد ده كان هو السبب في كل حاجه حصلت. جو هو كمان بيقول لهم هو بصراحه كده يا جماعه الامور كانت غريبه من ساعه ما الواد ده جه انضم لينا. لكن ريو بقى كان عنده كلام تاني، بيقول لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ لومينج كان هو اللي بيحاول يحمينا دايما، هو اللي كان بيعرض نفسه للخطر دايما عشان يحمينا، بس للاسف انتوا مش شايفين ده. انا هقف معاه حتى لو كلكم وقفتوا ضده. ماري هي كمان اللي كانت قاعده في الوقت ده ومش عارفه تتصرف ازاي. ايه الاجواء متشتته على الاخر ومحدش عارف الدنيا هترسي على ايه. هار في الوقت ده بينزل عند لومينج بيقول له اياك تفكر في استخدام قوتك، فالمكان ده مصمم خصيصا عشان يكبح قوه الوحش جينيوس. لكن لومينج بيقول له ما تخافش يا صاحبي، انا مش في نيتي اي سبب لمعارضه اي واحد منكم، انا جيت معاكم هنا عشان انا حابب اكون هنا. هاروتا بيتعصب على الاخر وبيهجم عليه باستخدام قوته. ساعتها بقى دراع لومينج بيتم الكشف عنه وبيطرح انه دراع وحش كوسيش مش بشري. لا لومينج وقتها قرر يقول له على كل حاجه، بيقول له انا في الحقيقه تم اختطافي من قبل جاكسون واجرى عليا تجارب صناعيه، ومش انا وبس، لا ده انا وريدا وزاركيوس وكريستيوس، احنا الاربعه هم الاربع تجارب الوحيده الناجيه من الموت. اما الباقي فهم ما قدروش يستحملوا التجارب دي وماتوا للاسف. هارو بيقول له انا صدقك منين يا عم الحاج؟ كليرا ماتت بسببك وعاوز اصدقك يا خاين يا عيب يا شايب. قال له معاك حق لكن في حاجه بسيطه عاوز اقولها لك، انا ماليش علاقه بمقتل كليرا من الاساس. فكليرا ماتت لما هي دخلت المكتبه القديمه واتفعلت عليها لعنتها. هارو بيقول له لعنتها؟ هو انت مش ملاحظ ان المصايب بدات تتوالى بقى من ساعه ما انت جيت هنا؟ يالا انا مش هرحمك صدقني. وبيسيبه يمشي. ماريا في الوقت ده كانت سامعه كل الكلام ده ومش عارفه تعمل ايه. الاجواء كانت متكركبه
مركبه على الاخر في الاكاديميه، كل واحد شايف نفسه هو الصح. ريو وجو في الوقت ده كانوا واقفين مع بعض وبيشدوا مع بعض في الكلام، فبيقرروا يرطبوا الدنيا ويطلعوا يتكلموا شويه فوق السطوح. بيبداوا يفتحوا القديم والجديد وبيفتكروا مع بعض كل ذكريات حياتهم. ريو ساعتها بيقول له احنا مش جايين هنا عشان نفتح المواضيع دي يا عم الحاج، احنا جايين هنا عشان نتكلم عن لو مينج. جو بيقول له الواد ده مش بشري يا ريو، انا شفت دراعه كانت عامله زي وحوش الكوسيش بالظبط. ريو بيقول له طب ما انا كمان وداني مش ودان بشريه، ولا انت شغال تركب معاهم في الترند اللي حاصل وخلاص، ولا عشان اري قالت كلام فانت بتسمع من غير ما تفكر فيه. جو ما بيلاقيش رد على كلامه لكنه كان لسه ثابت على موقفه. نروح بقى لماريا اللي كانت وقتها بتتكلم على البطله بتاعتها مينوميا، بتقول لها عرفيني كل حاجه بخصوص المكتبه القديمه يا مينوميا، انا زهقت وعاوز اعرف الحقيقه الكامله. مينوميا بتقول لها الحقيقه ثمنها غالي قوي يا ماريا، بص كده على ايدي، ايوه هي دي اللعنه اللي بتصيب اي حد يعرفها، لعنه الزمكان، وهي لعنه بتحبس المرء في بعد موازي ما بين الزمان والمكان لحد ما جسمه بيختفي ويتلاشى تماما، يعني بالظبط زي ما حصل مع كليرا كده. لكن ماريا بتقول لها انا مستعده اضحي بكل حاجه في سبيل انقاذه، وده لاني حبيته بجد. لكم انت وفيه يا ماريا. مينوميا ساعتها بتقرر تعرف على كل حاجه، بتقول لها تعالي ورايا انا هاخدك عند المكان اللي من عنده بدات كل حاجه. بتاخدها عند المكتبه القديمه، وماريا بتدخل على نفس المكان اللي دخلته كليرا قبل ما تموت، وساعتها بقى ماريا بتعرف كل حاجه. الكتاب بيتفتح قدامها والمعلومات كلها شغاله تتدفق واحده تلو الاخرى. ماريا بعدها بتروح عند القريه اللي منها قابلت لو مينج الاول مره، بتفضل تدور على اي اثار ليه، وساعتها بتلاقي البتاعه الحمراء دي ولسه بتميل عشان تاخدها ولا اللي هاجم عليها في لمح البصر. ايه يا نهار ابيض دريده يا جماعه. بتقول لي انا كنت عارف انكم هتطردوني في كل مكان وعشان كده انا عملت حسابي. ماري لسه بتقول انت فاهمه غلط وان دوسو تفهم ولا ريدا هجمه عليها في ثواني. ساعتها بقى ماريا بتفعل قوتها هي كمان بتشتعل المواجهه ما بينهم. ريدا بتهجم عليها باستخدام رمحها وماريا بتتصدى ليها. الاتنين في مستوى متقارب تقريبا وما حدش منهم كان قادر يسيطر على الثاني. ريدا بتهجم من تاني وماريا كانت شغاله تدافع. بتكرر ساعتها بيتر بالهجوم عليها وبتطيرها لبعيد. بعدها بتستخدم سحر الرعد وبتنزل عليها باحلى وابل رعد مميت. ريدا بالفعل بتسقط على الارض غرقانه في دمها. ماريا بتقول لها القتال انتهى خلاص استسلمي يا ريدا. لكن البنت وقتها بتتعصب على اخر قوتها بتشتعل من كل مكان. بتكلم البطله بتاعتها وبتتواصل معاها عن طريق التخاطر. بتقول لها امنحيني قوتك ارجوكي، امنحيني قوتك عشان نقدر ندمر العالم. ساعتها البطله بتاعتها بتشتعل من الحماس هي كمان وبتمدها بكامل قوتها، ووقتها بقى النيران بتشتعل من كل مكان. ريدا في اللحظه دي بتهجم على ماريا بكل قوتها والبنت بتتصدى ليها وبيحصل انفجار في المكان. ننتقل بعد ذلك الى هذا المكان والذي فيه صدر القرار الرسمي باعدام لو مينج. الكل كان مأيد القرار ده وخلاص على وشك اعدامه، لكن وقتها بيوصل كل ماري وتشر على المكان في اخر لحظه. بيقولوا لهم يوقفوا الحكم بسرعه، وده لانهم جايبين قرار رسمي من امبراطور المملكه. بس زي اصلا هم الاثنين دول عملوا كده، وبيتضح انهم كانوا متفقين مع بعض اساسا ان هو يقفوا في صف لو مينج ويسيروا بكل الطرق الممكنه. اريا وقتها كانت في قمه الغضب، بتتعصب على الاخر بعد ما عرفت ان خطتها فشلت، وبتسيطر على كل الموجودين وخلتهم يهجموا على لو مينج. هو انت بتقول لهم احنا لازم نقضي عليه حالا ودلوقتي، ولسه عربت عن الواد اللي مونومي وصلت على المكان في اخر لحظه وتصدت ليه. اوبا احلى تدخل ده ولا ايه؟ لو مينج انا عرفت كل حاجه يا صاحبي، انت نصك وحش كوسيش ونصك بشري، اعترف بالحقيقه قدام الكل يا لو مينج. لو مينج وقتها عارف ان مفيش مفر فبيستسلم للامر الواقع. بيقول لماريا قتليني بقى وخلصيني من المعاناه اللي انا عايشها دي، لكن ماريا بتقول له انت عبيط ولا ايه؟ مش بعد ما وصلنا للمرحله دي مع بعض هتخلى عنك يالا فوق يالا، لسه في حاجات كتير محتاجه تتكشف وامور لازم ينزح عنها الغبار. اوبا ترى انت عرفتي ايه تاني يا ماريا خلاكي تتغيري كده فجاه؟ لكن فجأة الشباب كلهم بيجوا على ماريا مرة واحدة، لكن البنت بسرعة بتفعل قوتها وبتتصدى ليهم. بعدها بتاخد لومينج بسرعة بتهرب من المكان في ثواني، بس العيال مش هيسيبوكم في حالكم لا، بيجروا وراها بيحاولوا يلحقوها، لكن ساعتها ريدا بتقف كراضي عليهم. ايوه يا جماعة ريدا دلوقتي بقى في صف القائدة ماريا، بس ايه اللي حصل يا ترى؟ مبدئيا كده من غير ما ندخل في اي كلام، فسبب المشاكل اللي بتحصل دي كلها هي اريا. ايوه يا صاحبي زي ما سمعت اريا هي اللي ورا كل حاجة، بس ازاي ومنين وامتى وليه حصل كل ده؟ اصبر عليا 5 بس وهفهمك كل حاجة. اهم بقى دلوقتي فريدا كانت شرحت لماريا كل حاجه اثناء القتال ده غير اللي ماريا شافته في المكتبه القديمه كمان، فهي دمجت ده مع ده وقدرت من خلال المعلومات دي تتوصل استنتاج عميق جدا. ايوه يا جدعان لومينج مالوش ذنب في اي حاجه، اريا هي اللي كانت مخططه لكل ده. ايه يا بنت نصابه تصدقي بالله انا كنت شاكك فيكي من البدايه اصلا، بس منين يا عم بتقولي ان لومينج مش هو اللي ورا كل حاجه، ومنين بتقولي انه صاحب البطل اللي ملعون جينيوس؟ لكن زي ما قلت لك اصبر عليا بس وافهمك يا عم، مالك مستعجل كده ليه؟ لكن بقى قبل ما نكمل فانا حابب اطلب منكم طلب صغير كده يا اصدقائي الأعزاء. انت دلوقتي بتتفرج على قناتك الاسطوريه قناه اورك انمي، القناه اللي فيها باذن الله تحضر اقوى واجمل ملخصات الانمي، فعشان تشجعنا على الاستمرار لازم تشترك في القناه وتفعل زر الاشعارات، وكمان تكتب لي في التعليقات التعليق ده بالنص، ايوه يا صاحبي بالنص، اورك انمي يساوي اجمد ملخص انمي. بس كده خلينا نكمل بقى. في نفس الوقت ده كان الكل واقف مازالوا مش مصدق يعني من اللي بيحصل ده، فاكرين ان لومينج هو اللي وراكم، لكن اللي هم ما يعرفوش ان الموضوع اعمق مما هم متخيلين بكتير.
فاري هي اللي كانت مخططه لكل حاجه من البدايه. فاكر يا صديقي مواجهه لومينج مع ملك الشر جاكسون؟ فاكر اللي حصل ساعتها؟ لومينج وقتها قضى عليه باستخدام المدفع الظلامي، وقتها بقى الطاقه تدفقت منه من كل مكان، وده كان اكبر محفز من المال لنشاط لعنه المكتبه القديمه. ساعتها كانت واقفه فاري بتراقب الوضع من بعيد وفرحانه ان مخططاتها شغاله تتحقق واحده واحده. وبعدها استنت لما الكل مشي وراحت عند جاكسون عشان تهنيه على نجاحه في مهمته. يعني كل حاجه حصلت كان مخطط ليها من البدايه. دي شكلها ناويه على ليله بقى. مقتل كليرا، انتشار الكوتيش في كل مكان، عوده التنين من الحياه، تحول ريو الوحش مفاجئ. كل ده ما كانش بيحصل من فراغ، لا دي كانت خطه مدروسه تم التخطيط ليها من قبل الشيطان اريا. ودلوقتي هي خلت الكل يقف قدام لومينج لانها حررت اللعنه اللي كانت على المكتبه القديمه وحققت مبتغاها خلاص. عارف يا صديقي انك مش فاهم اي حاجه، ولكن واحده واحده هتفهم صدقني. المهم الشباب كلهم كانوا واقفين وقتها ومش عارفين يعملوا اي حاجه. هارو ساعتها بيتعصب جدا وبيقول لهم هو احنا هنفضل واقفين مكتوفين الايدي كده لحد امتى؟ احنا لازم نقتل الشيطان اللي اسمه لومينج ده، وانا اللي هقتله بدايه الاثنين دول. يا ابني ارجع لوعيك، صدقني غضبك ده هيسيطر عليك وهيعمل. روح وقتها عند وش المصايب كلها اريا بيقول لها انا زهقت من الحيوان لومينج، ارجوك اديني جزء من قوتك عشان اقدر اخلص عليه. يا ديني على غباك يا ابني، هي اللي ورا كل حاجه، ولكن غضبه قد عماه. وفي نفس الوقت ده كان كل من ماريا ولومينج قاعدين جنب بعض هادين وقدام النار متدفين. كان المغفر كان شغال ياخد منها طاقه ولا على باله. بنرجع تاني لابطال اللي كانوا في الوقت ده بينزلوا من على الطياره وبيفعلوا قوتهم عشان يستعدوا للهجوم على مقر الكوسيش، لكنهم معاني وروقان وحب وبتنجان ورز وحنان، وانا من العبط خلاص قرب يجيلي جنان. المهم في الوقت ده كانت لسه بتتقاتل مع الشباب ومعجبه فيهم، وفجاه شكل وهيته بتتغير ولب اشبه بوحش كوسيش. يا جماعه يا نهار ابيض، دي هي سيطره اريا عليه. فهي كانت راحت له قبل الحرب وحطت عليه لعنه بتخليه طوع عليها. يا بنت الشيطانه، ودلوقتي جو خلاص اتحول لوحش كامل. سيبوا لي جو روحوا انتوا، انا هعرف اتعامل معاه وافوق من الوهم اللي انت فيه ده وما تخليش الست دي تسيطر عليه. وفي نفس الوقت ده كان ماريا ولومينج وصلوا عند المكتبه القديمه، لكنه كنت عامله نفسي ميته بس عشان اقدر اكشف كل مخططات ودمر العالم ده بالكامل فيما بعد. ودول هات اللي عندك، هات وريني اخرك يا اخويا. الواد ساعتها بتدخل عليها بسرعه لكنها في ثانيه بتشمعه. ماريا كمان بتحاول لكنها ما كانتش عارفه تعمل اي حاجه. يا بنت المجانين. عاريا كمان في الوقت اللي بتقيد ماريا باستخدام قوتها وخلاص هتقتلها. يا الهي، دي اريا دي حرفيا قوتها ملهاش مثيل. اريا يلا بقى بالشفا هنقول له. يا نهار ابيض، دي قتلته يا جماعه. بتروح برد تجاه الكتاب السحري وبتقول لا كده خلاص مفيش حد هيقدر يوقفني على الاطلاق. انا دلوقتي هبدأ في تنفيذ مخططاتي لبداية نهاية العالم. في نفس الوقت لما بنشوف لوسي اللي كانت واقعه على الارض تعبانه وشكلها خلاص نهايتها، بتقول لماريا انا اكتشفت كل حاجه من البدايه، عرفت ان اريا هي اللي كانت ورا كل حاجه، قريت المستقبل وعرفت كل حاجه، وكان لازم ارجع الزمن وتحديدا لزمن قبل موت لومينج. فلومينج في معركه ضد جاكسون كان مات بالفعل، لكن وقتها رجعت الزمن اللي قبل موته عشان يقدر يهزم جاكسون ويحصل اللي حصل ده. انا وقتها عرفت ان من غير لومينج في المعركه هتكون خسرانه، وعشان كده انا تلعبت بالزمن، ولكن ده ادى لفقدان جميع طاقتي وانتهاء حياتي. ماريا بتقول لها لا يا لوسي، اياك يا لوسي، اياك تموتي. ولكن خلاص البنت فعلا كانت في لحظاتها الاخيره. ماريا ولومينج وقتها بيتعصبوا من اريا بيجهزوا نفسهم وبكامل قوتهم عشان يقتلوها، لكن بل هم ما يعرفوش ان اريا اصلا كانت حققت مبتغاها وحصلت على قوه دمار خلاص. بتحط ايديها على الكتابه وبتمتصه بالكامل داخل جسمها، بتضحك بعدها ضحك هستيري وبتقول لا النهايه خلاص قربت، النهايه خلاص قربت وتكون على ايديا. بتتحول بعدها لوحش عملاق كبير جدا. يا نهار ابيض، ده شكلها النهايه بقى. وفي الوقت ده ريو كان شغالين ده على جو اللي كان مغمى عليه من ساعه اخر معركه، وفعلا الواد بيفوق. ريو وقتها بيحكوا له على كل حاجه وجو بيتعصب جامد، بيقول بنت الشيطانه دي كانت مستغليانا طول الوقت ده وشغاله تنفذ مخططاتها وتحقق اهدافها، خلتنا كلنا ندب في بعض ونبقى اعداء بعض لحد ما كلنا وقعنا في بعض وهي حققت مبتغاها. انا مش هرحمها بنت الهرمه دي. وفي نفس الوقت ده كان الوحش اللي اتحولت عليه اريا شغال يتحرك وسط المدينه وشغال يقتل في الناس اللي قدامه. ده كمان بيفتح بوابه سحر بتسحب كل من في المكان وبعدها بتخرجهم كوحوش كوسيش. لا لا لا، الوضع خطير بجد. جوريو كانوا منطلقين باقصى سرعتهم من اتجاه الخراب اللي حاصل، والناس شغاله تموت من كل مكان، وبهم بالله ماريا واصله على المكان وشغاله تقتل في الوحوش اللي قدامها. لكن الوحش الكبير وقتها بيبدا يطلق عليها هجمات ورا هجمات ورا هجمات عليها. البنت كانت شغاله تتفاداها بالعافيه ومش عارفه تعمل حاجه. لومينج جوه كمان كان وصل على مكان الوحش شغال يهاجمه من كل مكان. اللي هو بيفضل يتفادى الهجمات دي لحد ما يستخبى من ورا العمود ده، وساعتها بيظهر ليه البطل بتاعه بيقول له تمام
نفسك يا لومينج، اياك تستسلم ابدا، انت هو المفتاح الوحيد للفوز في المعركه دي. فاريا اندمجت مع كتاب الظلام، خلاص الحل الوحيد للفوز في المعركه دي هو استخدام الضرب الخديعه بتاعه المدفع بتاعك، لكن من مدى قريب منها جدا. انت لازم تتصرف وتروح تقاتلها وش لوش. ولسه جينيوس هيكمل كلامه، لكن بسرعه ماريا بتدمر المكان اللي هو كان مستخبي فيه والواد بيقع تحت. الهجوم ده معرب انطلاقه بسرعه وخلاص هيقتلوه، لكن في اخر لحظه بتصور على المكان وبتنقذه للمره الثانيه. اوه بابا دي مش هي وبس، لا ده كمان بيوصل كل من جوري وعلى المكان بيقول له تقدم للامام يا صاحبي، تقدم واحنا معاكم في ظهرك دايما. الابطال السبعه بداوا يلموا شتتهم ويتجمعوا من تاني، ودلوقتي كل هدفهم يقتلوا الشخص اللي فرقهم عن بعض واحد واحد. اريا اتصرف الوقت ده كانت راحت للمكان اللي فيه لوسي، بتقول لها انت ايه اللي بتعمليه ده؟ انت عاوزه تموتي وتسيبيني لوحدي؟ عاوزه تموتي وتتركيني خلفقي وحيده؟ لا يا ربي، هل هذا يعقل؟ كيف ساعيش من دونك؟ فانت هي الامل والشراره التي جعلتني اتقبل ذاتي واستمر في رحلتي نحو البقاء. انت من بدأ هذا وتريدين انهاءه الان. لا ارجوك اشربي من دمي يا لوسي، اشربي من دمي عشان تتحولي لمصاص الدماء ونكمل انا وانت حياتنا سوا. لوسي وقتها بتبتسم وبتقول لها هذا هو الشيء الوحيد الذي لم اكن اتوقعه ولم اراه في مستقبلي. شكرا لك يا تشارلي. وبتشرب من الدم بتاعها بالفعل. وفي نفس ذلك الوقت الكل من ماريا ولومينجا واقفين وخلاص بيخططوا انهم ينهوا الليله، بيبصوا لبعض نظر المعتره، وساعتها بقى بينطلقوا اتجاه اريا عشان يقتلوها، لكن مجرد ما بيوصلوا على هناك اريا بتاخد بالها منهم وبسرعه بتفعل حاجز من الظلام وبتقيد حركاتهم. يا نهار ابيض، كده لازما حد يضحي بحياته ويستخدم كل قوته عشان يقدروا يعدوا من الحاجز ده. ماريا وقتها بتقول له انت هو المفتاح الحقيقي للفوز في المعركه دي، انت لازم تعيش يا لومينج. بتستخدم كل قوتها واللعنه بدات اثارها تبان عليها. يا نهار ابيض، هل دي النهايه؟ لا والله. في اخر لحظه بيوصل هارو بيقول لها مفيش داعي لكل ده، انا هو الشخص الوحيد اللي لازم يضحي هنا. انا اسف على كل حاجه عملتها معاكم في الماضي، ودلوقتي جه وقت الحساب. ابعدي عن طريقي يا ماريا بسرعه، سحري هو الظلام، وده هو اكبر مضاد للسحر الظلام اللي زيه. بالفعل كل قوته بيقول للبطل بتاعه مديني بكامل قوتك يا صاحبي، مديني بكل قوتك عشان اقدر افك الحاجز ده واكفر عن جميع خطاياي. وبالفعل البطل بيمده بكامل قوته، وساعتها اللعنه بدأت تظهر على جسم هارو بالكامل، لكنه ما كانش مهتم، بيزود من قوته اكتر واكتر لحد ما بيقدر بالفعل يفك الحاجز. ايوه كده، لا هو ده الكلام. بيقول بعدها ماريا ولومينج انا هسيب الباقي عليكم، ويسقط ارضا. ماريا ولومينج ساعتها بقى بيقرروا ما يضيعوش وقت اكتر من كده، بينطلقوا بسرعه اتجاه اريا عشان يصفوا حساباتهم. بيطلعوا لفوق وساعتها بيلاقوا اريا واقفه ومستنياهم، بتقول لهم اهلا بالناس الغوالي، اهلا يا لومينج، او بمعنى اخر اهلا يا جينيوس. انا خلاص قربت احقق هدفي ودمر العالم كله يا صديقي. ماريا وقتها بتقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط يا اريا، انت كده اديتي للجميع وترتكبي خطيئه كبيره. لكنها بتقول انت مش فاهمه حاجه يا بنت انت، فطول ما الناس عايشه فهيفضلوا يقتلوا في بعضهم ويحاربوا بعض دايما، لكن بقى لما نقتلهم فالناس كلها تختفي ومش هيبقى في حد يقتل في حد، والجيل الجاي هيعيش بسلام. لا والله، وجهه نظر زي الخرا وملاش اي ستيه لازمه تستحقي انك تموتي دلوقتي. وفعلا تبذر كل من جينيوس وماريا وبقيه الابطال السبعه القدامى بجانب الجداد، وبيعزفوا مع بعض احلى سيمفونيه اسطوريه تقشعر لها الابدان. كلهم بيحطوا ايديهم في ايدين بعض، ودلوقتي بقى هدفهم واحد، اجتمعوا جميعهم على هدف واحد ولا بد من تحقيقه، الا وهو القضاء عليها. لومينج وماريا وقتها بينطلقوا اتجاه اريا وخلاص هيقتلوها، لكنها بسرعه بتغلط نفسها بشرنقه من جسم الوحش بتاعه، بتقدر تفلت منهم. بعدها بتنزل عليهم بابل من الضربات وبتفضل تعجب فيهم. القلب بتتفادى الضربات دي كلها وبتهجم عليها، لكنها برضه بتقدر تتصدى ليهم. يا بنت ليه؟ لومينج وقتها بيتعصب على الاخر، بينطلق عليها بكل قوته، ولكن فجاه ماريا تسقط لاسفل، وساعتها لومينج بيسيب اللي في ايده بينزل بسرعه عشان يلحقها. بيلحقها بالفعل، واريا بتستغل الموقف ده وبتحاول تغفلهم، بس مش دول اللي يتغفلوا يا اريا. القلب بالفعل بيجهز نفسها، وماريا بتستعد، لومينج بيجهز هجوم المدفع بتاعه، وهوبا بوم، احلى اطلاقه عليك يا معلم. لكن اريا هي كمان برضه بتطلق اقوى هجوم عندها، والهجمتين بيتلاقوا. يا رباه على هذا المشهد المثير الذي اراه الان، مشهد حرفيا تقشعر له الابدان بكل ما تحمله الكلمه من معنى. فهذا تصادم قوى الخير والشر معا يا ساده، من سينتصر؟ ماريا وقتها بتزامن قوتها وبتشد حيلها، وكمان لومينج معاه بيضرب بالفعل يقضوا عليها تماما. واخيرا الكل كان واقف ويشاهد هذا المنظر ويخيم عليهم
الذهول والعظمة، فهذا المشهد لا يحدث كل يوم. لكن هل بكده انتهى الموضوع؟ لا والله، ده اريا كانت لسه عايشة يا جماعة. يا دين يا جدعان، يا جماعة مش ينفع كده، ده العيال خلاص فقدت كل قوتها. ولكن هو ده اللي اريا اصلا كانت عاوزاه، بتستغل انتهاء قوتهم وساعتها بتفعل هي كل قوتها والظلام بيملى المكان بالكامل. يا نهار ابيض، هو ده اللي محدش كان عامل حسابه. لكن بقى الاريا ذات نفسها ما كانتش عامله حسابه ان في حاجه هي ناسياها خالص. ايوه، النص الثاني من لومينج، الوحش الخطير الذي كان يخفيه طيله هذا الوقت. لومينج بيقول لماريا انا اسف على المشهد اللي انت هتشوفيه دلوقتي، ولكن هو ده الحل الوحيد للنجاه، مفيش حل تاني. لومينج بالفعل بيتحول على ايد وحش كامل وبينطلق بسرعه تجاه اريا اللي تنطلق عليه هي كمان، والاتنين بيشتغلوا تخبيط في بعض. بيظلوا على هذا الحال طويلا لحد ما في النهايه بيظهر البطل جينيوس وباستخدام قوته بيختم اريا وبينهي المعركه دي وللابد. والحمد لله المعركه الماضيه انتهت بجد يا صديقي وحل السلام فعلا. وبهذه المناسبه الجميله انزل ارزعنا لايك واشتراك واكتب لي كومنت يعبر عن فرحك بالانتصار اللي حصل ده. الشباب بعدها كلهم بيبداوا يلموا شتتهم من جديد ويعيدوا اعمار المدينه من جديد. اما بقى الانسه الموقره بتاعت الفشخره ريدا فبتنضم لاكاديميه غيرتسيرا واخيرا وبتلبس لبسهم كمان. يا خلاص يا العسل، ايه الحلاوه دي يا بنت، ايه يا بنت ما تتكسفيش كده، انا حتى مش بعكسك يعني. وبالنسبه لتشارلي ولوسي فالاتنين دول هم التجسيد الحقيقي للصداقه الحقيقيه فعلا، فهم طول الاحداث كانوا واقفين جنب بعض وما سابوش بعض ابدا. والخبر بقى اللي يفرحنا جميعا ان لومينج كان لسه عايش واقف هو وماريا مع بعض وبيعترفوا البعض بحبهم على روقان. واخيرا يا انت وهي لكم هرمنا من اجل هذه اللحظه. بقيه الابطال هم كمان كانوا واقفين مع بعض فرحانين والكل كان في قمه السعاده. وإلى هنا أصدقائي قد وصلنا إلى نهاية تلك الحكاية العظيمة. حكاية كانت مليانة بالأحداث الشيقة والممتعة اللي خلتك قاعدة على أعصابك من أول ثانية لآخر ثانية. ولو أنت من الناس القليلة اللي وصلت لحد هنا فأنا حابب أقول لك بحبك يا صاحبي. انزل أنت كمان اثبت حبك في كومنت، ويلا يا عم أشوفك في الفيديو الجاي.